مشاهدي ومتابعي بلانكا تيفي، مرحبا بكم في حلقة جديدة مباشرة من برنامجكم الأسبوعي من البيضاء. وحلقة اليوم هي تتعلق بالصيف، نحن في فصل الصيف، فتتعلق بشواطئ مدينة الدار البيضاء. شواطئ الدار البيضاء بين الترامي والفوضى والاستغلال القانوني. جميع البيضاويين كيمشيو لعين الدياب، كيمشيو للزناتة، كيمشيو لعين السبع، كيلاحظوا بأنه المناطق الجميلة في البحر أي فوق الرمل دائما مستغل من طرف أشخاص. قليل من البيضاويين كيتسائلوا كيفاش كتمشي كتدي انت الفوطه ديالك، الوليدات ديالك، الكراسه ديالك، كتبغي تبحر، كيجي عندك شي واحد كيقول لك لا راه ممنوع تبرك هنا. ما كاينينش بانوات معلقين باش تعرف كيفاش حتى كاد ان يصبح البحر والاستجمام مستحيلا في هذه المدينة. وغالبا ما كتوقع صراعات وشنآن ما بين هذوك الناس اللي شادين البحر اللي هما ديزيكس بالنسبة للمستجمين، هما مجهولين ما كنعرفوهم شيء، كيوقعوا مشاكل ومشاكل. مره كيخرج لنا من مجلس المدينات يقول لك انا راه درت صفقه وكريت لهذه الشركه او لهذا الشخص او لهذا هذا البحر يكترى، وهذا هاد المشاكل هي اللي غادي نحاولوا هذا الصيف. الدار البيضاء حنا كنعرفوا جميعا بان الدار البيضاء كتوفر على شاطئ يفوق 35 كيلومتر، ولكن يلا عندنا الحق في كيلومتر في عين الدياب وشي شويه شي مترات قليله في عين السبع وفي زناتة. ومع ذلك كنلقاو المشاكل لا مع الكارديانات اللي كيفرضوا يعني اثمنه خياليه، لا مع الناس اللي كيوليو كيستغلوا هذا البحر بدون وجه حق. الى اي حد غتكون الامور هذه السنه ان شاء الله يعني زعما مخففه على داكشي اللي عشناه في السنوات الفائته، قررنا اننا نديروا هذه الحلقه ونتصلوا بالمسؤولين والمسؤولين في مجلس المدينه والناس اللي يهتموا بحقوق المستهلك وغيرهم والجمعيه اللي كتستغل البحر، باش نعرفوا اشنو داروا لنا هذا العام. واش عاوتاني غتكون نفس الفوضى او غادي تكون الامور على ما يرام كما هو الشأن في باقي المدن المغربيه. اذا لهذا نستضيف معنا في هذه الحلقه السي علي شتور، رئيس الجمعيه المغربيه للدفاع عن حقوق المستهلك بالدار البيضاء. السي علي مرحبا بك. اهلا وسهلا. ايضا غادي يحضر معنا السي محمد النقاج، هو الكاتب العام لجمعيه الشاطئ الذهبي بعين الدياب، وسيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الكريم الهويشري نائب العمدة المكلف بالشؤون الاقتصادية، وأيضا الأستاذة سميرة رزاني نائبة العمدة المكلفة بالضرائب المحلية. وكالعادة يدير معنا هذه الحلقة الأستاذ والصديق والزميل يوسف الساكت، اللي نحاولوا معاه يبسط لنا واحد الأرضية على وضعية ديال هاد الشاطئين المتبقيين من الشاطئ العريض لمدينة الدار البيضاء. سي يوسف مرحبا بك. مرحبا السي العربي، مرحبا السي علي. اولا شكرا للعربي على اختيار الموضوع، لانه موضوع راهن ديال الساعه، لان جميع المواطنين خصوصا في الدار البيضاء يتحدثون عن الموضوع ديال التحرير ديال الشاطئ ديال عين الدياب وجزء من الشاطئ ديال عين السبع بعد سنوات بين قوسين من الاحتلال الغير مفهوم للماء والرمال في هذه الشواطئ من طرف أشخاص، سواء عن طريق استغلال قانوني، عن طريق صفقات للسمسرة وطلب عروض لاستفادة من مجموعة ديال الشركات بشكل قانوني، أو عن طريق الترامي اللي ولا عادة كتمشي للبحر اليوم في جميع المناطق ديال كازا، ولا بغيتي تجلس توليداتك خاصك تخلص الباراسول، خاصك تخلص الطبله، وخاصك تخلص الكراسي بواحد الاسمنه غير خاضعه لاي مقرر جبائي، وحتى ما كيتحكم فيها الا دوك الناس. بعض المرات كتدخل حتى الابتزاز وكتدخل لان ما يمكنش توضع حتى الباراسول اللي كتجيبو من الدار ديالك ولا الباراسول الشخصي ديالك الا باذن هاد الاشخاص اللي ما كتعرفوش من كيخرجوا وما كتعرفوش كيفاش يتصرفون في ملك عمومي بهذه الطريقه، لدرجه ان الناس في مرور السنوات تعودوا على هذه الظاهره ديال انه كاين اشخاص ربما معطياهم رخص ومنح انهم يتصرفوا مع المواطنين بهذا الشكل، ناهيك عن طبيعه الحال على الفوضى الهامج ديال بعض الشواطئ. انا كندوي على الشاطئ ديال عين الدياب بشكل اساسي، خصوصا في المواقف ديال السيارات
كتوضع السياره ديالك، كيخرجوا لك الناس حراس ديال السيارات والكارديانات بجميع الجيليات بجميع الالوان، كيطلبوا لك اسمنه، كيطلبوا منك اتاوات بعض المرات خارجه حتى ديال ما هو مقرر داخل الجماعه الحضاريه، رغم التنبيهات، رغم البانوات ديال الاشهار، ومع ذلك كاين هذا المجال الواسع ديال شرع اليد اللي كيحكم هذه العلاقه بين المواطنين وبين المستغلين ديال الحدث. ولا اللي وقع في قبل ايام هو القرار ديال العماله انفا. نعم. اللي الاخوان اللي غيحضروا معنا عبر الهاتف ممكن يشرحوا فيه بشكل كبير، اللي منعت اي استغلال للمجال البحري سواء في الرمل او قرب المياه ديالنا، واللي كتقول بان جميع المستغلين خصهم يخرجوا. وجات فعلا جندات واحد القوات كبيره، العناصر ديال القوات ديال القوات المساعده والاعوان ورجال ديال السلطه، انهم حرروا جميع المناطق اللي الناس بداو يشرعوا، بداو كيحطوا فيها الاجهزه ديالهم والباراسولات ديالهم باش يبداو نفس العمليه، علما بان هذا الشيء اللي قال لنا حتى في الجامعه ملي سولنا عن الموضوع في اطار الاعداد هذه الحلقه، علما بان اخر سمساره وقعت في هذا الشاطئ كانت في 2019 ولم تعقد اي سمساره، بمعنى عامين ما كاين حتى شي ما كاين سمساره، وعامين والناس تستغل هذا الشاطئ بشكل ربما كما قلت في التقديم انه تسود نوع من الفوضى والترامي الغير مشروع. على هذا الموضوع فيه جوج ديال الجوانب. الجانب الاول، جوج الشواطئ عندنا في كازا يمتدون من دار بوعزة الى المحمديه تقريبا في 35 كيلومتر. في الجزء الاول ديال عين الدياب اللي تبقى فيه واحد المشروع تحت اشراف جلاله الملك ديال التهيئه ديالو وكمل، بما عندنا تفكير في اعاده هيكله الشاطئ ديال عين الدياب على مستوى الساحل، في فضاءات اللعب، في فضاء التنزه، في حدائق، وفي اموال طائله صرفت على هذا المشروع. ملي كتوصل للبحر كيبان لك مجال اخر ديال الفوضى، ما عرفناش هذا الانسجام او الانسجام اللي واقع. كاين مشروع التهيئه على مستوى الساحل ديال الشاطئ، واللي فعلا رغم بعض الملاحظات اللي ممكن تسجل عليه مزيان كمشروع، وان ملي كتدخل شويه الرمله كتلقى مجال اخر ديال التحكم، ما عرفناش شكون اللي فيه. لا كانوا هاد الشركات قانونيا كيتحكموا او مستغلين هذا الفضاء نعرفوها يقولوها لينا، الا ما كانوش من سمح لهم باستغلال ملك عمومي بطريقه غير قانونيه. هذا المشروع نفسه ديال التهيئه غادي يمشي العين السبع. كاين مشروع جديد في التهيئه ديال الشاطئ ديال العين السبع، وكنتمناو ان ما تكونش مظاهر نفس الموضوع كتسود. النقطه الثانيه بغيت ندوي فيها هو هذا التوزع الاختصاصات ديال التحكم في المجال البحري وديال الرمال. دابا ملي كتبدا تعمق شويه في التفاصيل كتلقى ثلاثه الجهات اللي عندهم علاقه بهذا الموضوع. كاين وزاره الداخليه اللي في شخص الجماعات اللي كدير السمساره ديال الكراء والتنشيط والحفاظ على الجماليه والمراقبه والشرطه الاداريه الى غير ذلك. وكاين الهيئه الثانيه او الوزاره الاخرى اللي هي وزاره التجهيز اللي كتقول انا عندي علاقه بالموضوع. وكاين وزاره الثالثه وزاره الفلاحه والغابات والمياه لان هي اللي عندها علاقه بالماء وعندها علاقه. دونك هاد وجات مذكره ممكن تشرحها لنا الاستاذه رزاني بالشكل اللي دخلت معنا في الهاتف. وان كاين هذا المشكل ديال تنازع الاختصاصات اللي كيخلي ربما هذه الفوضى انها تمتد وانها تاخذ واحد الطابع ديال الاكراه على المواطنين. حاضر معنا استعالي اليوم ديال الممثل ديال الجمع مزيان يدافع علينا الحقوق ديال المستضعفين، وحنا جزء منهم لان بعض المرات كنحسوا انها رهائن ديال اشخاص. غير اذا سمحتي لي سي يوسف، معنا الهويشري ويمكن السي الهويشري حيت مشغول غيكون في البرلمان غير باش يعطينيش السي عبد الكريم. السي عبد الكريم الهويشري مرحبا بك. مرحبا استاذ هويشري. الو. نعم سيدي مرحبا. نائب العمده المكلف بالشؤون الاقتصاديه مشاهدينا الافاضل اللي غادي يحاول يعطينا يوضح لنا اشنو السي الهويشري. عاده كما كنعرفوا سنوات كثيره والبيضاويين كيعانيوا من الفوضى في شاطئ لا عين الدياب ولا عين السباع. المستجممين كيلقاو روسهم وجها لوجه امام وناس لا يعرفونهم، كيتحكموا في الكراسه، كيتحكموا في الفوطات، كيتحكموا في كل شيء. تبغي غير تبرك انت وليداتك وهذا خصك لا بد ما تتصادع معهم. هذا العام كمجلس واش كانت شي صفقه مع شي شركه لتدبير الشاطئ عين الدياب مثلا؟ شكرا على الاستضافه. وباش نكون مختصر لاني مرتبط باعمال وانا حقيقه في وسطها،
تفضل. فبغيت نقول بكل اختصار شديد، هذه نعم. السنه والسنه التي بقات السنه الماضيه لم تكن اي صفقه نعم. اللي برمناها مع اي جهه، بالتالي ان الشاطئ مفتوح لجميع المواطنين، ليس هناك جهه لها الحق ان تستخلص من الناس اي إتاوة او اي حاجه. بالتالي ان الجماعه ما عندهاش علاقه نعم. بالموضوع. اذا دابا غادي يبقى السلطات دابا هي اللي مكلفه وصافي. السلطات المحليه تما في اي مكان، لان الشاطئ مفتوح في ظروف استثنائيه، ظروف استثنائيه كمان، وبالتالي ان السلطات المحليه لها كامل يد وكامل السلطات باش تدخل وباش تمنع مثل هؤلاء عندما يقوم الناس. ايضا خاص الناس هما ينتقدوا ضدهم ويوقفوا ضدهم ويرفضوا انهم يبتزون من قبلهم. والسلطه راهي في اي مكان تما، والشكايات يمكن يقدمها المواطن اي واحد، لان هذا شاطئ مفتوح للعموم. واش كان من طرفكم كمجلس كمكتب مسير مجلس مدينه الدار البيضاء ان بعدا على الاقل كتشعروا السلطات وكتوضعوهم في هذه الصوره؟ نعم، حنا جلسنا مع السلطات في هذا الموضوع وتكلمنا في هذا الموضوع، وبالتالي هذا الموضوع كيولي السلطات لها واسع لان احنا ماشي سلطه. نعم. سلطه امنيه ولا السلطه التي تتخذ القرار او تستعمل القوه العموميه. نعم. وبالتالي ان مراقبه الملك العام سواء تعلق الامر بالملك العام البحري او غيره، الملك العام انه اختصاص ايضا ديال السلطه حسب الماده 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحليه، وبالتالي ان لهذه السلطه كامل الصلاحيه باش تقوم بكامل التدابير والاجراءات لحمايه المواطنين حتى يستفيد من الشواطئ بكل حريه وبكل اريحيه. شكرا لك السي الهويشري. نشوف غير يوسف ساكسي الى عنده شي سؤال اخير اسمح لنا ناخذ من لا عبد الكريم، فقط ما عرفناش نتوما عندكم الاختصاص ديال الشرطه الاداريه، مزيان ما عندكمش الامن وما عندكم السلطه ولا الشرطه الاداريه، هاد الادوار ممكن كيفاش تفعلوا الشرطه الاداريه في حمايه؟ لا، الشرطه الاداريه من بها اختصاصات محدده. نعم. وهي اختصاصات محدده، الشاطئ ما دخلش عندها. سي بون. بارك الله عليك. شكرا لك الاستاذ الهويشري. شكرا جزيلا، عطيتينا من وقتك وانت عارفينك مشغول وعندك جلسات في البرلمان. شكرا لك. الله. اذا نمشيو لحمايه المستهلك، نمشيو عند سي علي. سي علي، بلا شك انت كجميع المواطنين وثانيا كمسؤول على جمعيه كتدافع على حمايه المستهلك، لابد كتوصلوا يمكن بشكايات في هذا الباب وكتوصلوا بتشكيات من عند المواطنين. اش يمكن تقول لنا في هذا الباب هذا؟ السؤال. السلام عليكم، تحيه طيبه للقناه المفضله كذا بلانكا بريس، وتحيه للتقنيين وتحيه للمشاهدين والمشاهدات داخل هذا الوطن وخارجه. بالنسبه انا كرئيس الجمعيه المغربيه للدفاع عن حقوق المستهلك المنضويه تحت لواء الجامعه المغربيه لحقوق المستهلك، نحن نستنكر مثل هذه الاعمال اللي غير معقوله. وإحنا السؤال العريض، إذا كانت هذه الشواطئ نعم. هي الشواطئ عمومية نعم. فيجب أن تكون بالمجان. وإحنا كجمعية نقول أن 80% من هذه الشواطئ يجب أن تكون مجانية وتكون دائما للمواطن نعم. للمواطن، وما تبقى 20% تخصص للخدمات والخدمات بما فيها مقاهي بما فيها وتكون خارج على الشاطئ. نعم. علاش؟ لأن حاليا حنا كنعيشوا فوضى. حنا حاليا كنعيشوا فوضى، لان حنا اللي كنتمناو باش تكون واحد السياحه اللي كيدعو لها صاحب الجلاله نصره الله، واللي هو حاليا اعطى الاوامر ديالو اخيرا القضيه ديال تخفيض التذاكر لاستقطاب واحد العدد كبير من المواطنين يجي يشوفوا البلد ديالهم. اسمو حنا بغينا الناس اللي غادي يجيو هذه الجاليه ديالنا المحبوبه الا جات تلقى حنا خدمنا، كنهضر ان حنا المؤسسات ديالنا خدمات وجدت لنا واحد مجال فين هذا اسمو فين غادي يدوزوا الصيف ديالهم. وكنشوفوا بان هناك ناس كيترموا على الملك العام الملك العام ولا الشاطئ على الشاطئ، وكيفرضوا واحد التسعيره اللي ما عندهاش شي قانون. الا كان هاد الناس عندهم واحد القانون
ولا عندهم يعطونا واحد شنو هو الدفتر التحملات. نعم. امتى بدا امتى سالا، حيت الا كان الدفتر التحملات عنده امتى بدا امتى سالا وشكون اللي عطاه له بدايه ونهايه. لذا انا كنتكلم هنا، حنا ماشي ضد هذوك الناس اللي خدامين، هما اللي خدامين في الشاطئ وكيطلبوا كيطلبوا الثمن ديال واحد رسوم لهذوك الناس على حسب ما يضل ب 60 درهم ولا 70 درهم كرسي وطبله وهذا. ولكن كنشوفوا الناس، بغينا حنا الناس اللي من وراء هاد الناس هادو. كاين الناس من وراء هاد الناس هادو، كاين حاط هنا حاط هنا. اما هذاك راه عنده 50 درهم. جات في الكلام ديال الاخ في سياق الكلام قال لك بان شاويشري قال لك بان يمكن خص يكون تصدي. انا التصدي واش من ناحيه المستهلك ما يمكنش. باش ما تكونش هنا، لا ما تكونش فوضى، كاين امن. يعني هو انه زعما المواطن يسلك الاجراءات القانونيه، يمشكي بهم، يتصل بالامن. وحنا عندنا واحد القضيه انا كنتمنى من هذا المنبر ديالكم بان المستهلك المغربي باقي ما عندوش ثقافه استهلاكيه، بمعنى ماشي كل شيء ولكن البعض كيتكلم اكثر ما كيكتب، كيتكلم اكثر ما كيشكي. كتلقى عنده ضرر في واحد الحاجه، في اي حاجه، لا في هذه المسائل هذه، وكتلقاه ساكت ما تيتكلمش. علاش؟ كاين واحد الجمعيه اللي هي معروفه وكتخدم قانونيا تحت واحد القانون 3108، واللي هي تحت وصايه وزاره الصناعه والتجاره، اللي هي مؤسسه معترف بها. حنا ماشي كنعملوش اي شكايه كتجينا كنتبعوها وكنعلموا السلطات اللي هي. اذا هذاك يعني انكم كتلقاوش بزاف الشكايات؟ كنتلقاو شكايات كثير من الشكايات، سواء عبر الهاتف، سواء عبر البريد الالكتروني، وكنتبعوا الى كنتبعوا المسائل المضمونه السعالي ديال الشكايات. مثلا او الموضوع اللي كيكون طاغي بزاف الشكايات، العدد طاغي، وهي اللي غادي نقولها دابا. وهو كاين واحد العدد انا غادي نرجعوا له، ان هاد الشواطئ اسمح لي الا قلت بان غير مهيكله من ناحيه التسعير، لان ملي كنلقاو واحد التجهيز ديالها، والناس كتلقى واحد هاز كيبيع مأكولات اللي هي خفيفه، ما معروفش المصدر ديالها، واش هي مصنوعه هنا في البلد ولا عندها ولا فايته الاسم ديالها، واش طيبه اليوم ولا طيبه البارح. وكتلقى المستهلك حتى هو كيمشي مشكل اخر. وحنا كنتلاقوا بان راه كاين واحد التسمم من جهه بلاصه، قلنا كلت هذا ولا كلت استسمح انت كلتي، ولكن من خديتي من واحد البلاصه اللي كتعرف بان هذا الانسان. كتعرف دابا الشباب مسكين مثلا اغلبيه كيمشيو الدراري ولا الدرب واحد مجموعين فيهم الجوع، ما غير طيحش ليه هو السؤال. ولكن خص هنا فاش قلت بان تكون واحد التربيه استهلاكيه، لذا انا قلت بان 80% ديال الشاطئ تكون كلها مجانيه للاصطياف، خارجه على نطاق الاكل. واش واحد يجيب الكاميله وتياكل في وسط هذا؟ هل ما عندناش ديك التربيه؟ ولا كيجيب سميح فواكه بما في الدلاع بالطيخ وكياكل وكيلوحوا؟ فين البيئه؟ لا، فين البيئه؟ تكون عندنا واحد، حنا نحترموا راسنا، مسؤوليه ديال المواطن، مسؤوليه ديال الجماعه ككل بشيه. استسمح. وحنا حاليا في واحد الظرفيه، لان كاين واحد الجائحه اللي باقي كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى باش يرفع عنا هذا الوباء، وخصنا واحد البيئه، خصنا الحفاظ على البيئه. اولا خصنا البيئه، وخص الجماعه هي اللي تكون مكلفه. والوقت ملي كينساليو الناس بالنهار، خص بالليل التنظيف والمسائل. وحاجه اخرى غادي نقولها من هذا المنبر ولا هذا، وهو كاين الناس اللي كيجيبوا معاهم كيصاحبوا معاهم كلاب البحر. واش حنا في بحر؟ او هذا مشكل، مشكل. كاين الناس اللي كيلعبوا كتلعب كره، وكاين هنا النساء حوامل، كاين اطفال، كاين هذا، كاين مشاكل. وانا ما كنتكلمش نفسي، انا كنتكلم أنا باسم المستهلك. نعم. والكلام اللي كانوا مسائل اللي كلامك معقول، ولكن دابا اليوم حنا الاشكال اللي عندنا قبل ما نمروا لهاد الحريه، واحد كياكل دلاح وكيلوحو وكذا وسميتو، هذه دابا مرة ما خلاوش ليه فين ياكل الدلاح. دابا حتى هاد الفوضى ما خلاوش هي ديالها بعدا. فهمتيني؟ دابا مجرد الدخول ديالك للشاطئ كتلقى مجموعه ديال الكراسه مستفين باراسولات او كذا، والبلايص النقعه. صافي دير انت كمواطن خصك تنقش على فين تدي ولادك، ولا فين تبراك، وممنوع عليك كذا وسميتو. واحد النوع ديال الابتزاز بعدا باقي ما عطاوناش غير فرصه نديروا الصداع بعدا. فهمتي؟ باش نوصلوا لهذا الشيء ديال ديت كلب ولا ديت سميتو. هذيك تربيه اخرى وكلام
واخطر من هذا اليوم حنا كنذكروا على الاحتلال، واخطر من انك في مدينتك وانك في شاطئك وما عندكش الحق تمص الماء ما تواجهش مع هاد الناس. واخطر من هذا استاذ الكريم، اخطر من هذا استاذ الكريم، وامام عيون السلطه. ولا تكلمتي غادي تسمع غادي تسمع واحد كلام النبي. تفرشخ قلبوا على كلام النبي. كنرحبوا بشي محمد نقاش الكاتب العام لجمعيه الشاطئ الذهبي بعين الدياب. مرحبا بك. الله يبارك فيك، شكرا على الاستضافه. الله يبارك فيك ومرحبا بنا عندكم. الله يبارك فيك. ونتمناو نوضحوا بزاف ديال الحوايج لان كل شيء مشى لذاك الاتجاه ديال هذاك السيد اللي كيدير دوك لي باراسول، فهمتي، وتسلخ بجميع ماشي كتسلخ جميع السياق. كنذكروا شنو المنطلق السي محمد، احنا باش نتناقشوا حنا اخوان وكل شيء كيهمنا. هذوك المواطنين خصهم يعيشوا، ولكن حتى المواطن من حقه الاستجمام. مرحبا. فين كاين الاشكال؟ لا سلطات كتوضح لنا، لا جماعات توضح لنا، تحت ما كيوضح لنا. انا واحد الانسان عادي جدا، بغيت نمشي للبحر، كنمشي كنتلاقى مع هاد الناس، انا ما عارفش اش طاري، انا ما عارفش واش كاين الصفقه، واش بيناتهم، شنو بيناتهم، ما عارفينوش، فهمتيني. دونك كنصطادموا انه الاماكن الجميله وعين دياب راه شحال صغيور، يعني زعما فيش بزاف الاختيارات. كنمشي كنلقى المناطق الجميله في الرمال مشدوده، وانا عندي الباراسول ديالي وعندي الكراسه ديالي وعندي الفوطه ديالي، ما بغيتش يا خويا نكرم من عندك شي حاجه، من حقي مدينتي هذه، فهمتيني. اذا دابا هنا فين غتدافع لي خويا على هاد الاخوانات؟ انا ماشي غندافع على الاخوان اولا، غير حاجه يعني حنا بغينا نوضحوا الصوره، نهضروا في شي حاجه اللي اشنو كاين، لان الغالبيه كنشوفوا كاع دي كومونتير اللي كتلقى شي واحد كيسولو كيقول لي واش كتاخذ باراسول، كيقول لي لا، وكيبقى كيقول لك لا راه واحد الاثمنه وبشي حوايج. المهم حنا كجمعيه بعد جمعيه الشاطئ الذهبي للحسن الاصطياف بشاطئ عين الدياب، العلاقه ديالنا كانت كترتبط مع الكونسيسيونير الوقت اللي كيكري من عند مجلس المدينه، باش كيكون واحد، لان هذاك السيد اللي كيكري بواحد سي بي اس، هذاك السي بي اس فيه بنود لازم الاحترام ديالها. الاحترام ديالها دار ديك السي بي اس احتراما للمواطن واحتراما للمصطاف واحتراما للعقد، بحكم ان شاطئ عين الدياب كيدوز في صفقه واحده. يعني اسمح لي نعم سيدي محمد، دابا الناس يفهموا شنو العلاقه اللي عندكم انتم كجمعيه وبين النائل للصفقه، شنو العلاقه؟ انا مثلا خديت الصفقه، انت انا غادي نفسر لك اش ممكن يربطني معك كجمعيه. انا غادي نفسر لك هنا مزيان تفسر. هنا نفسر لك شوف جميع اللبس غادي نفسروا ان شاء الله اليوم. العلاقه اللي كاينه، اولا هذاك الشاطئ عين الدياب في السابق كان كيتكرا دي لو، كانوا كيكونوا فيه 31 لو. هذوك لي لو شنو فيهم كافي اون بارسيل ديال لي باراسول. واحد اللحظه الوقت اللي جا البافيون بلو تقسم على جوج، ولا كيدوزوا جوج ديال لي لو، الاول والثاني، باش اللو الاول مشارك في البافيون بلو واللو الثاني ما مشاركش في البافيون بلو. من بعد ولا كيدوز لو واحد. الور هذيك البلاصه كاينين الناس اللي كيستغلوا تما، والطرف ديال الخبز ديالهم كاين تم كيتمعشوا من تم. تلقات صيغه ان هذوك الناس يكونوا يسدوا سو تريطون تحت من هذاك الكونسيسيونير بشكل قانوني. اشنو كيطرا؟ الجمعيه واحد اللحظه فاش غتكريا الجمعيه، لان كان واحد اللبس بحال هكا، يعني علاقتي بالكونسيسيونير وعلاقتي بالمصطاف، فهمتي. هنا كيجبد واحد اللبس. دابا نتوما كتجيو الوسط، حنا الوسط، حنا كنوقفوا على التنظيم وعلى الاحترام. مثلا كما قال الاخ خاص تكرا غير 20%، كتكرا 30% في السي بي اس. هذيك 30% اشنو فيها بلاصه اللي غيتحطوا فيها لي باراسول يكونوا يعني الناس اللي كاينين تما يكونوا على اهبه الاستعداد لهذاك المصطاف اللي غيجي، وما غيجيبش باراسول وكرسي، لان ماشي اوبليجي تجيب باراسول وكرسي. الا بقيتي كل نهار كتجي للبحر وكل نهار باراسول كتولي تماره. فكاينين شي حوايج اللي موجودين في الشاطئ وفرتهم السلطه ووفروا مجلس المدينه. كاين شي حد اللي ولا بدا كيما جميع الحرف، كاينين شي وحدين اللي ما كيحترموش البنود. فاحنا كعلاقتنا كنا كنوقفوا على اساس ان لان احنا اللي قراب، كنشوفوا هذاك اللي ما احترمش البنود كنديكلاري الكونسيسيونير باش هو يتخذ الاجراء. واخا دوينا على البنود السي محمد. نعم سيدي. مثلا انا جيت، شنو الاتفاق اللي كاين بينكم كجمعيه
او كالمناوله الشركه ديال او جمعيه المناوله نعم. وبين السيد اللي خدا السلطه. حنا ماشي جمعيه المناوله. لا نعم. الناس اللي كيتكلفوا نتوما المجموعه اللي قلت نعم. كيتعشوا ناس نعم. نعم. قلت كيتمعشوا من لا غنهضروا باللغه ديال المغاربه. بيان سور طبيعه الحال. عطينا بعض الاثمنه مثلا بشحال كيقول لكم وديك غير الباراسول والكرسي لا والطابلة. نقول لك واحد القضيه غير الناس باش يفهموا باش نفسروا للناس. الناس كتحتاج الاثمنه باش نفسروا واحد القضيه. دوك الاثمنه اللي كيهضروا عليهم الناس حنا راه في الدار البيضاء راه كنهضروا مع بيضاء وما نبقاوش نستعملوا واحد اللغه ديال بحال دوك الناس سدج غتجي تقول لي 100 درهم باراسول راه ما يمكنش. راه ما تقبلهاش وانا ما نقبلهاش. لي باراسول كيتكراو في لو سي بي اس كان دار واحد البري ديال 30 درهم الباراسول وهذا وفي عين الدياب كيتكرا الباراسول ب 20 درهم. ب 20 درهم تجي كتاخذ باراسول ب 20 درهم ونتحدى شي واحد يقول لك جاب الباراسول ديالو وحبسوه. انا كان لا نقول لك واحد اسمح لا نعم هذه كتوقع. نعم تفضل. كندافع على نعم المستهلك. الله يجزيك بخير. دابا بالضبط المستهلك عنده اختيار يجلس فين ما بغى. لا هذا هو المشكل. دابا هو كيجلس في واحد البلاصه كيقول لي لا سيدي هذه البلاصه كلها واحد 400 متر كاري ولا شنو هي ما عندكش حق دوسار حدا تستخر. لا ولا بلاتي نشرح لك هادشي هذا غير نشرح لك انا باش نفسر لك. حيت نكونوا ملي كنتكلموا نكتموا في الامر الواقع. انا كنهضر معك من الواقع انا عايش الواقع. اهلا وسهلا. بزاف ديال الناس داكشي اللي كيهضروا على الواقع غير كيشوفوه. شوف مرحبا علاش عيطنا لك مرحبا شوف 30% تفضل باش نحدد لك 30% في كاينه 30% ماشي هي اللي قريبه للماء لان الغالبيه ديال المصطفين كيبغي يقرب للماء باش يقابل وليداته. اييه ف30% كاينه بعيده على الماء الفوق كاينه الفوق. فهمتيني يعني لان لي بلاج باش نفسر لك واحد الحوايج حنا كجمعيه ولا يعني الناس اللي كيقدموا خدمات ولا كيخدموا في هذا الميدان ولا كيفهموا في هذا الميدان حنا عندنا شي شويه تجربه وكاين واحد التجربه مقارنه مع بعض الشواطئ الاخرى كيفاش كيدوز هذا الشيء وكيفاش كيخدموا الناس. لان هذاك المصطف اول حاجه باش يبقى يجي خصك توفر ليه راحته نورمالمون. والوقت اللي كنلقاو الشاطئ عين دياب راه جيتي تحسب في عدد ديال المصطفين اللي كان كيكون في ويكاند قبل من الطرام كانت تحسبت 200,000 في يوم 200,000 الوقت اللي غادي نهضروا عليها في واحد البلاج اللي فيه 3 كيلومتر ونص بواحد صالحه للعوم كلها. نعم غير صالحه لا صالحه للعوم لا عين دياب باش نفسروا في التقرير اللي كيخرج سنويا ديال الشواطئ اللي ديال وزاره الصحه واللي فيه لونسا وداك الشيء الشواطئ اللي ممنوعه كيحددوها. عين دياب ما عمرو تمنع. عين دياب كان انا ما كندويش على البيئه كندوي على الخطوره ديال البحر. لا شوف الخطوره ديال البحر باش نفسروا انك واحد غنعطيو حقه. انا غنفسر لك دابا شنو شاطئ عين دياب. شاطئ عين دياب 3 كيلومتر ونص ديال الرمله والماء. نعم. شنو فيه امن على 3 الحوايج. الامن الاول اللي هو مائي اللي باغي المصطف فيه عدد ديال لي متر ناجور بواحد العدد كافي وناس اوتور ديال الوقايه المدنيه اللي مؤهلين. فيه ناس ديال الشرطه بليكواد وناس ديال الخياله ديال القوات المساعده وناس ديال السلطه المحليه. راه كاينه ملحقه ديال العماله في الشاطئ. كاين هذا اسمح لي كتقول انت كتكلم لي ملي كتكلم على واحد الشاطئ اللي هو محروس هادو من الشروط الضروريه. لا جميك متفق معك. انا دابا ما كنهضرش على واحد الشاطئ اللي ماشي محروس. الشاطئ محروس بلا ما ندخلوا خص يكون فيه بيئه تكون فيها انا غير سلامات. نفسر لك باش نوصل معك الفكره. انا كنعطيك غير لا باز. قلت لك كاين السلطه المحليه تما كاين القيد وكاين الاعوان ديال السلطه والمخازنيه عاد البوليس ثاني الضابطه القضائيه والماطر وبزاف ديال الحوايج. 200,000 قبل الطرام قلتي ياك قبل الطرام بلاتي. دابا كاينين حوايج اخرين بلاتي نهضروا عليهم باش نفسر لك. لا سؤال واجه انا غادي نقول لك انا غادي نقول يحضي معاه لا انا غير غادي نفسر لك باش نحط الصوره ماشي لينا حنا كنحطوا الصوره لا المشاهد والمصطفى البيضاوي الزائر ديال مدينه الدار البيضاء. فلا كنقولوا 200,000 راه حنا في الدار البيضاء نهار كيكون عندنا ماتش ديال الرجاء والوداد فيها 60,000 السلطات كتبقى سيمانه وهي واقفه كتجند والحمد لله ما كاينش مشكل. لا. حاجه ثانيه هاد الناس اللي كنهضروا عليهم في لي باراسول دا معاهم شاطئ عين دياب اللواء الازرق ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه. نعم. بفضل ديال هاد الناس. ثاني حاجه المصطفين ديال الدار البيضاء ولا سكان مدينه الدار البيضاء تخلقت لهم واحد الجو من الثقه
في هذاك الشاطئ عين دياب اللي واحد الوقت الناس العائلات كيقول لك لا ما نمشيش لشاطئ عين دياب. دابا كيمشيو الناس مختلف الفئات الاجتماعيه كيمشيو لشاطئ عين دياب وكيمشيو لشاطئ عين دياب وكيلقاو راحتهم كيعاودوا يرجعوا. لا بالنسبه اسمع نعم بالنسبه حاليا بلا كنقولوا بالنسبه حاليا راه قلتي بان انا شديتها 200,000 في اليوم ياك ماشي كنهضر على حاليا كنهضروا على بكري قبل الطرام تحسبات. دابا الطرام اللي كاين الطرام انا هنا من هنا كنقول بان ما غادي يمكنش تخاد ديك 20 في 30% ما يمكنش اذا تخادت كلها غادي باقي نفس البحر. لا ماشي البحر تكرا ديك لابارتي غادي يكون اكثر من هاد 200,000. لا 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 ما لا نقول انا ما غنفسر لك انا اللي كاين. اسمح لي انا دابا انا نقصات. لا انا ما غادي لا بالعكس لا بالعكس سي نقصات. ونقول لك علاش نقصات. علاش نقول لك علاش نقصات لان واحد الوقت كانوا لي باركينغ وكان الناس كيجيو يحجوا بكثره وكان الطوبيس. دابا باقي غير الطرام. فهمتيني يعني شوف دابا كاينين الناس كلشي عندها المواصلات. وليتي انت كبيضاوي ولا انا ولا الاخر عندي طوموبيل ولا هذه راه سي فاسيل انني نديبلاصا واحد 30 40 كيلومتر. غير هي حشومه نخلوا واحد المصطف ديال هذه المدينه المليونيه في المغرب نهار يبغي يتبحر خصو يضرب ساعتين ديال الطريق مع لومبوتياج الي وساعتين الروتور باش يتبحر 4 السوايع وبدا يقول ولادو مع 3 ونوض نمشيو راه الطريق غتعمر. فهمتيني. عرفتي السؤال اللي كان نعم محمد غير في هذه النقطه انا نعطيك كلمه سيدي علي غير باش يكمل هو ماشي مشكل. لا ماشي مشكل نعم هاد الانسان كيهز سيارته مثلا ويضرب 40 كيلومتر لان تيقول لك انا كنمشي لعند دياب كنتكرفس اولا مع الكارديان ملي كندخل تماك عاوتاني كنتكرفس حيت كاين هذا المعطى. انا كنعطيك ما يقوله المواطن واللي طاري بالتجربه. انا مثلا انا شخصيا ما كنمشيش لعند دياب خوفا من الاصطدام. اخر مره مشيتي لعند دياب ونقول لك شي 10 سنين ما غادي يمكنش لك تحكم على عين. لا واش نقول لا نقول لك هادشي كيعاودوا لي الناس. انا راه صحافي كيعاودوا لي الناس في جميع في جميع البعث انا شوف القضيه ما تقولش لي بانه انا ما كندافع على حد. ما تقولش انا ما كندافع على حد. انا غير انا ما خليتينيش نكمل الصوره باش نحط لكم الصوره الاجماليه وديك الساعه ناقشوا. قلت لك حشومه نخلوا واحد في الدار البيضاء يمشي 80 60 كيلومتر باش يتبحر. تبنى واحد الجو ديال الثقه بين المصطاف وبين هذوك الناس اللي كاينين تما. راه الناس كتجيب لي باراسول ديالها وما كتطلعش كتخليها عندهم. لان كاين هو كاين تما ديما لاش غيبقى غادي به هو جاي. فهمتيني. مؤخرا كانت ظروف باش نشرح نيت الاستاذ كانت ظروف خاصه في شاطئ عين دياب. شنو هي لا غياميناجمون اشنو دارت خلات حتى مجلس المدينه وهذا ما فهمتي معذور عليه ما كراش لان عندك بلاج كيتعاود ما تكراش. الناس المصطاف الوقت اللي البلاج ما مكريش ما غيجيش يلقى باراسول ولا يلقى فين يريح ولا داك الخدمات ديالو ما جاش. كان داك العام خاوي العام اللي قبل كان ناقص. حنا بلا ما نهضروا على كورونا كان مسدود. فهمتي كنهضروا على قبل من كورونا الناس ما جاتش لان الناس اش كتقلب البلاج الفلاني فيه الخدمات كذا غنمشي لي واخا 80 كيلومتر. الناس راه كتمشي للدول المجاوره على قبل الخدمات. فهمتيني حتى لهنا مفاهمين. قلت لك بالنسبه من وراء الترام ما بقاش اش نقول لك نفس العدد ديال الناس ما بقاش نفس العدد طاح. علاش لان كاينه ظروف اخرى. الناس بزاف ديال الناس داروا الطوموبيلات ولاو كيمشيو يخرجوا. فهمت الوسائل ديال النقل كيجي الوسائل هادشي توقعت العدد كثار. توقعتي ان العدد يكون كثار. لا فهمتي ما كاينش. دابا الاشكال كما قلت لك ما تكراش. هذه عامين كانوا كيكريو واحد الناس اللي هما معروفين عند السلطه معروفين بتاريخهم في هذاك في هذاك البلاج لان اي بلاج راه فيه ناس اللي كيكريوها باش ما نبقاوش شي في العالم كامل. ونزيدك حتى حاجه اخرى ان عندهم تجربه لا من غير خبره. شوف كانوا نهضروا على لي بلاج. شوف غير ما نبقاوش نقارنوا مع البلدان. لا حنا مشينا للبلدان الاخرى. الله يخليك غير خليني باش نشرح لك. انا نهضر معك على البلدان الاخرى ما كاينش مشكل. غير حاجه جميع لي بلاج لا في العالم ولا هذه عندها كتعتبر مداخل ديال السياحه مداخل ديال الجامعه مداخل ديال هذه مرفق سياحي. راه كاين السياحه الشاطئيه نعم اللي كاينه حنا في لونتوراج ديالنا في الاسبان والبرتغال والايطالي. شحال كياخذ في هذه السوق السياحيه الشاطئيه المغرب خصنا هذا باش نهضروا. فهمتيني الوقت اللي كيتكرا شاطئ عين دياب شحال كيتكرا ديال الوقت كيتكرا شهرين ماشي 3 شهور. كيتكرا في الاخر ديال شهر 6 الاخر ديال شهر 6 حتى سبتمبر لو 15 ولا لو 30 سبتمبر راه كتكون كلشي سالو العطل. هاد الشهرين كتخلي داك الاحتكاك
بين المواطن وبين مول الباراسول وبين وبين مول الباراسول والكونسيسيونير. خاصك تكري بواحد الثمن وفي نفس الوقت تحترم القانون، وخاصك تستثمر باش دير واحد الخدمه في المستوى. هذا كيسبب احراج للمصطاف، لان انت ما تقدرش تستثمر ليه بزايد باش توفر ليه الخدمات ديالو كامله. وهذا اللي خلى بزاف ديال الناس كتخرج من تمشي الشواطئ اخرى. وهذه حتى لهنا تقريبا حاولنا. انا حاجه اللي بغيت نفسر ان هذاك السيد اللي في الباراسولات، هذاك اللي كيكري الباراسول، راه كيفيق مع 6 ديال الصباح ل 7 ولا 8 العشيه، كتضرب فيه ديك الشمس وواقف. الناس كامله كتلبس صندالتها وهربانه، وعندك هو واقف في ديك الشمس باش يوجد لك. يقدر اللي جاي متقل كيهز معاه، اللي ما جايبش راه ماشي غادي تفرض على شي واحد. باش واحد النقطه اللي ضرتني بزاف، كيقول لك كيجيو كيفرضوا عندنا 100 درهم ويبركك فين بغا حشومه. راه كاين الناس اللي كتجي كتبرك في باساج سوكور. باساج السوكور كيقول لك ماشي سوقك اسيدي. لا هذيك لا، فهمتي؟ لا هذه لا. كما قال الاخ، كاين واحد كيجيب الدلاع، واحد راه كاين الناس. شوف، راه في اي بلاصه كتطلع الدخول غير سميتو شنو بغينا، كتمشي للتيران كتخلص بيه وكيقول لك اجي ما طريحش في الباب 4، غتمشي للباب 22. علاش ما نكونوش بزاف ديال الحوايج؟ فهمت بحال هكا؟ لان كاينين الشباب اللي جاي باغي يلعب كره غيجي يلعب وسط من عائلات. لا ما خصهاش تكون. شكون غيقول لي هذاك السيد اللي جاي مع مرته وجوج بنيات غينوض يتغاوت مع دوك 5 دراري؟ ما يمكنش. ما تقدرش تشرح تقول لي خويا انتم غتلعبوا كره قرب غير الماء. كاين اللي الناس، كاين اللي فهمتي كيتفهم هذا الامر، كاين اللي ما كيتفهمش. دابا الجمعيه ديالكم نعم في هذا الاطار، حنا تنظيم الشاطئ، اطار تنظيم الشاطئ في علاقه اجواء العائلات، تنظيم الشاطئ في اطار علاقه داك مول الباراسول مع الكونسيسيونير، وفي نفس الوقت باش تبين العلاقه اللي خاص تكون بين مول الباراسول والمصطفى. رغم ان مول الباراسول راه بيع وشري، يعني خاصو يحافظ على هذاك المصطفى، راه ما يمكنش غادي يستفزوا له. نعم سي. كاين جوج ملاحظات. مرحبا. مزيان حنا كندويو دابا على المستهلكين، على المصطافين، ومزيان نوضحوا. مزيان انت باش توضح حيت شي حوايج مزيان وضحتيهم للناس وانت الناس كيشوفوا. كاين جوج ملاحظات. مزيان نتوما قطاع كتستثمر وبتربحوا. نعم سي. انتم داخلين الدومين باش تربحوا، لان داخلين الصفقه وداخلين هذا عن طريق المناوله والسمسار. الناس باغيين يدوا شويه ديال الفلوس. حنا كنهضروا على الكونسيسيونير، حنا كجمعيه كننظموا العلاقه ديال السيوني فيها واحد كتربح شويه من الموضوع. لا كقطاع مشغل، كاين الوليدات اللي كيتشغلوا بالفلوس. راه كلشي خدام. راه نقول لك باش نفسر واحد النقطه دابا هذه. شتي ديك المنطقه ديال عين الدياب كتسنى كامله الشاطئ، فهمتي؟ كيما مثلا مناطق اخرى كتسنى مارشي كريو، مناطق اخرى تسنى المرسى. باش نزيدوا نفسروا الامور. راه حنا ما كرهناش يكون تنظيم اجواء وكذا، نوصلوا لهذا الشيء ونهضروا فيه، ماشي مهم. مرافق مزيان منتج لمناصب الشغل غير مباشره بشكل موسمي والناس يدخلوا فلوس. هذه مزيانه، يا ريت يكون بحال هكا في جميع القطاعات باش الناس يتمعشوا شويه في هذا. جوج ملاحظات. اولا الناس اللي كتختارهم، كاين بعض المرات راه شي شويه التنظيم كي قال السي العربي، الناس اللي كتختارهم كاين مشكل في التكوين. اولا بعض المرات الناس ما كيعرفوش لا اعمم. انا ما نكرهش نتلاقى مع 1000 بحال سمعت مثلا. انا كنتمنى يكون هذه الجمعيات وسميتو يديروا واحد المجهود، الناس اللي كيختاروهم يديروا واحد التكوين من قبل. الملابس والهيئه بعض المرات كيوقف هذاك الشيء واحد. انا ما عنديش مشكل، وقف لي محسن كيما بغى يكون، ما عنديش مشكل وندابز انا وياه. والعاب ديال الكره ديال ماتش شنو كتلقى ديال الحسن. لا ومع ذلك كاين بعض العائلات ما كيديروش الشواطئ العائليه كيكون شويه ديال. انا نهضر لك على هذه النقطه. جوج كاين الجوده ديال الخدمات. انا ماشي تقول لي خذ باراسول ب 30 درهم وباراسول مقطع ولا كرسي مهرس، ما غتعاودش ترجع عندي. ما نرجعش هذاك. انا واش كتجي ما عندوش الرباح. لا كيفاش كتجيو نتوما تعطوا خدمه زوينه، مثلا الباراسول يكون زوين، يكون بعدا كيغطي، ما يطيرش كتمسو كيطير لك مع البرد. لا نكمل باش نقول لك القليله مزيان باش تكمل. عرفتي في هذه الظروف الحاليه دابا كما قال الاستاذ، الباراسول، هذا الباراسول اللي كتاخذوا نتوما كيكون عنده واحد اليوم كيدوز به النهار، كيتحط غدا تحطوه لواحد اخر. واش كاين شي تدابير احترازيه بان هذا الباراسول واش في الليل يمكن كيتعقم، يمكن كيدير؟ لان راه حنا في واحد الحاله دابا ديال لا اسمح لي، لا سير انا غنجاوبك. انا شوف انا هنا كنحامي بليتو، انا كندافع على المستهلك كمستهلك. اجي من قبل حنا تنتكلموا واحد الانسان اللي هو فقير وعنده 4 دراري 5 دراري وعنده هذاك المتنفس الواحد هو ذاك البحر. واش هذا الانسان خصو الا بغى هذا خصو يمشي يقلب لواحد البلاصه اللي بعيده باش يمشي، ما خصوش يبرك مع. علاش هو دائما يكون
في الجانب. فهمتي ما نقول لك؟ خاصو اللي ما عندوش فلوس ما يكونش تما. واش فهمتي ما نقول لك؟ انا بغيت نقول لك بان الشاطئ خاصو يكون مجاني. انا كنقول لا واخا كنهضروا شتي الشاطئ خاصو يكون مجاني 80% بدون هذا. بلا تسمح لي، لا اسمح لي، لا نقول لك، انا نقول لك واحد القضيه، لا نقول لك هذه كلام ما كلام. حنا كنهضروا دابا لا باش نقول لك انت دابا خديتيها 70% كلمه عابره، اسمح لي، ولكن كنقول لك ما كاينش 70%، كاين 80% وقيلا هو اللي مخوض. علاش؟ لان كيكون هنا ترامي. انت دابا راه انت خدام، ولكن كتجي وحدين اخرين. دابا انا واحد القضيه هادشي اللي كتهضروا فيه. نعم سيدي، راه كتحاربوا، راه ماشي علينا حنا. عرفت على كل حال، لان دابا شوف من جهه نقول لك واحد القضيه استاذ بلاتي، حنا كنجيو الناس كيديروا القانون. انا كنهضر على هذاك السيد اللي كيكري الباراسول كيوجد واحد الخدمه للمصطاف وكيدوز النهار كامل مشمش باش يوجد لذاك الكليان ويتهلا فيه باش يبقى يعاود يجي لعنده. جوستوم لانه موعد رزق. هذه عامين ما تكراش البلاج. نعم ما تكراش. وهذا شنو غادي يسبب واحد النوع من الفوضى. انت السي العربي ما كتعرفش عاد من غادي تجي. جيتي مثلا عند اكس راه كتحسبوا بحال ايكغيك بحال بي بحال كتقول هادو راهم هما اللي سميتو. لا فهمتي. وهذه هذا مشكل اللي شوف بعض المرات الحمد لله في المغرب سيدنا اعطى انطلاقه لمجموعه من المؤسسات، مجلس منافسه، المجلس الاقتصادي الجهوي الاستثمار، المجلس الجهوي للسياحه، الجهه كذا. وكنلقاو ديما واحد جوج مؤسسات تقليديه هي الجماعه والعماله اللي بالواجهه دائما. فهمتي بصح. كنا درنا واحد الزياره لبعض الشواطئ اللي هي معروفه وعندها واحد الصيت عالمي. نقدروا نهضروا مثلا على شاطئ الغارفي في البرتغال، البوفيرا وفارو، ومشينا لشاطئ الكوستا ديال سول في اسبانيا، ومشينا الريميني في ايطالي. تكلمنا مع دوك الناس اللي كارين لي باراسول كيفاش كتكريو هذا الشيء في اطار التبادل التجارب، في اطار التبادل التجارب فهمتي. وداك داك الزخم الاشهاري ولا داك اللي كيجيو عند الجاليه الناس ديال الجاليه وكيقول لك شتي حنا في الريميني، شتي حنا مثلا في فوينخيرولا ولا في طوريموليونس. مشينا لتما نشوفوا طوريموليونس وفوينخيرولا وستيبونا كيفاش كارين. لقينا حنا عندنا مؤهلات احسن منهم، راه ماشي كان احسن منهم. ما عندناش تنظيم. وجاو ناس من تما لعندنا وقالوا لنا نتوما عندكم شي حوايج ما عندناش حنا. شنو هي؟ عندنا شاطئ عريض. حنا ما عندناش هاد نقول شوف عندنا واحد العنصر بشري اللي كاليفي انه يخدم معاك ويموت معاك. لا مع المصطاف لا مع غير المصطاف فهمتي. يجي يخدم معاك. الناس اللي ولفوا يجيو كيوصل في الطوموبيل كيصوني ليه كيطلع يجيب لي حويجاتهم. اسمع دغيا هذه النقطه باش نكمل انا وياك. نعم. راه وضعتي الاصبع على الداء. نعم. كتلقى مثلا في دول اخرى شاطئ صغير منظم. حنا غياب تنظيم صح والتداخل في الاختصاص. انت دابا ذكرتي انا دابا جاي كنهضر لك على باش نحط الفكره. راه كنعطيك مقدمه كتحبسنا. انا بعد كنقول لك مجموعه من المؤسسات ومشينا شلنا شواطئ اخرى. وتصور دابا في اسبانيا كيكريو 5 سنين 10 سنين وباقل ثمن من الدار البيضاء. وشنو كيكريو؟ لان الشواطئ كامله خصك تكون موتوريزي، ولا شواطئ كيجيو لها الناس برانيين. بعد كنهضروا على ماربيه شحال فيها، ستيبونا شحال فيها ديال الناس كيكريو في الشاطئ 30% مثلا. هنا بارسيل هنا بارسيل هنا بارسيل. في الغارفي مثلا في فارو ولا في البوفيرا لا ميم شوز كيكرو دي بارسيل لانهم شواطئ ديال نواحي ولا ديال واحد المدن اللي صغيره. حنا كنهضروا على مدينه مليونيه راه 6 المليون تكري لهم عاد 30%. الاخرين غيتضاربوا معاك باش غيريحوا. راه الناس جايه للبحر ما جاياش باغا تضرب تمر هاز باراسول. واقيلا داك اللي قريب ما عندوش مشكل، ولكن هذاك اللي جاي من الجاليه المغربيه ولا كذا شنو كيجي كيقول لك انا باغي راحتي. كاين اصدقاء ولكن الناس اللي تربات معهم علاقه صداقه كيجي كل عام كيجي لنفس البلاصه عند نفس الناس كبروا معاه فهمتيني. حاجه اخرى اللي قلت لك كاين الريميني بحكم العدد الكبير ديال السياح لا الاسكندناف ولا البريطاني اللي كيجيو ليه ما فيش لي بارسيل. فيه طرف. لا شتي غير تصاور غيبان لك واحد 10 كيلومتر
بارسيل ورا بارسيل ومختلف الالوان، وهذا الشيء كان طرا في عين دياب في 2004 وفي 2005 كانوا الالوان كل بارسيل عندها الالوان وتخاض اللواء الازرق ونستغل نيت الفرصه باش نشكر بعض المسؤولين اللي علمونا شي حوايج في شاطئ عين دياب اللي فادت المصطفى وعطاتو الثقه باش يولف يرجع لشاطئ عين دياب، منهم مجموعه من العمال اللي دازوا ولا من المسؤولين اللي دازوا. قلت لك بالنسبه لشاطئ ريميني، شاطئ ريميني كاينه واحد 10 ولا 15 كيلومتر بارسيل على بارسيل قريبه سميتو فيها البارسيل فيها سميتو بوان فون كما قال الاستاذ، واحد البيفات صغيره وفيها بلاصه اللي هي مثلا داكشي يقول لي يعني فيها اختصاصات لدرجه حتى الكرا تما كيكريو بواحد الطريقه مختلفه علينا، كتجي تكري باراسو الاسبوع ولا الشهر تاخذ اون كارت بنيميروتي، ما جيتيش انت مثلا كتعطي للصديق ديالك كتقول ليه رقم 44 ديالي في لي بورت، تصور عندهم واحد 170 بورت. دابا اخ اسمح لي حنا كنشرحوا للشاطئ، لا كنشرحوا ولكن كاين واحد لا شو انا نكمل غير الفكره ديالي وانا معاك نكمل. نعم دابا حنا كنتكلموا كنديروا كومباريزون، كنديروا واحد اسمه فرق بين واحد الدوله مع دوله. شتي الدوله ديالنا حنا دوله مؤسسات وعندها ما يكفي والحمد لله، عندها اطور، عندها لا اسمح لي اللي خاص هو العمل. انا نقول على العمل. واش الانسان تصور حاليا دابا الشاطئ شحال هذا الشاطئ عين دياب شحال فيه حاشاك ديال المراحل باش نكونوا شحال فيه ديال المراحل، شحال فيه ديال اللي يدوش اللي الناس بغاو يدوشوا، شحال فيه ديال القمامات. لا وانا متفق مع شو انا راه متفق معك في هذا الشيء. انت كتدافع على المستهلك. نعم. اللي كنعتبروا انا المصطاف. نعم. انت واقيلا من بعيد كتدافع عليه، انا مصطفى اللي عندي الاحتكاك معاه. نعم. هذه من ناحيه. انا هضرت لك هنا على المقارنه باش نجي قلت لك حنا عندنا الرمله احسن منهم. اسمع باش ندوزوا للمحور اخر. معنا الاستاذه سميره رزاني نائبه العمده المكلفه بالضرائب المحليه، باش هي نذكروا معها في هذا الموضوع. تعرفوا ياك باش انت تعطينا تعقيب على هذاك الشيء اللي قلنا الاستاذه المسؤوله. معنا في الهاتف كتعرف اللي كيكون على الهاتف كان خصنا دائما استاذه سميره. مرحبا سيدي وتحيات كريمه لك ولضيوفك الكرام. الله يبارك فيك استاذه. غير عندنا الخبر ديال انه ما دارتش هذا العام السمساره على شاطئ عين دياب وباقي الشواطئ، علاش ما دارتش هذا السمساره استاذه؟ طيب الإجابة على هذا السؤال اسمح لي. نعم. سيدي الكريم وضيوفك الكرام باش نوضع مجموعة من التدقيقات بخصوص ما جاء على لسان ضيوفك الكرام، سواء ممثل المجتمع المدني أو الأخ ممثلي المجتمع المدني، سواء المستهلك أو اللي تيقول بأنه تنظم العملية ديال الاصطياد. بالنسبه لجماعه الدار البيضاء كانت اخر طلب عروض الاحتلال المؤقت للقطاع الرمليه لشاطئ عين دياب، امتداد عين دياب وشاطئ لالا مريم، هي سنه 2017. لماذا؟ لأن 2018 كان الشاطئ الساحلي لمدينة الدار البيضاء موضوع واحد التهيئة وواحد لاميناجمون من طرف شركة الدار البيضاء للتهيئة، كيف ما تتعرفوا من منطقة العنق إلى منطقة مروكومول. تدقيقات أخرى فيما يخص كناش التحملات اللي كانت على أساسه جماعة الدار البيضاء كتنظم هذا الطلب عروض المفتوح للاحتلال المؤقت للملك العام البحري، ودقق على هذا وغادي نعود لها. كان تيحدد فيما يخص، هذا هو بيت القصيد في النقاش اللي دار بالاخوين ضيفيك الكرام. نعم. فيما يخص تنظيم هذه البقع الرمليه او الشاطئيه تتنقسم الى قسمين. نعم. 70% يتم استغلالها بالمجان من طرف المصطافين، بينما 30% هي التي تكون موضوع وضع مظلات شمسيه او ما يعرف بالباراسول والطابلات والكراسي. نعم. وعلى ذكر هاد المنقولات، الكراسي والطابلات وكذلك المظلات الشمسيه او الباراسول، جماعه الدار البيضاء في قرارها الجبائي المستمر كما عدل وتمم بمجموعه من التعديلات منذ 2018 الى يومنا هذا، حدد الاسعار ديال كراء هاد المنقولات.
فمثلا المظله الشمسيه 15 درهم لليوم. 15 درهم لليوم. عن كل كرسي 5 دراهم لليوم، وكذلك عن كل طاوله 10 دراهم. بمعنى اخر حنا ملي كندبجوا هذا كلنا التحملات اللي ونظام الاستشاره اللي عليه تنظموا هذاك طلب عروض مفتوح، راه تنفرضوا على نائل الصفقه اي الذي قدم لنا افضل عرض مالي انه يلتزم بهذه الاسعار التي جاءت في هذا القرار الجبائي. هذيك 70% مما تتحدث من اخر منطقه، اخر موجه عند فتره المد الى الافق ملي كتمتد الامواج، و30% من الرصيف كما نقولوا من الطريق، هذا الحائط الذي يفصل هذا التروطوار على القطع الرمليه الى هذيك تساوي 70%. بمعنى 30% تتكون في مؤخر. لماذا؟ لان في التحملات كيكون كراء المقاهي كذلك من طرف هذا نائل الصفقه. على اي حال لوحظت على الاقل حنا ملي جينا كنا كنشرفوا كنائب رئيس على هذا الصفقه، وعندما بدات اجراءات هذا المقتضيات ديال هذه التحملات اللي على اطار الصفقه، لوحظ بعض عدم احترام لمقتضيات كناش التحملات. احيانا نجد بعض البقع الشاطئيه محتله بنصب هذه المظلات الشمسيه اي الباراسولات والكراسي، وكاين هناك تشكي من طرف المواطنين، كذلك عدم احترام بعض البنود كناش التحملات فيما يخص كيفيه استغلال هذه المقاهي اللي كتقدم فقط غير تقدم غير الشاي والقهوه وبعض المشروبات الغازيه واكلات خفيفه. وهذا اشكال كيتطرق ليه الاخ ديالك الضيف ديالك الممثل ديال المستهلك، لان فيها مساله ديال السلامه الغذائيه. على اي حال من هنا جاء تصور ديال المجلس الجماعي كيف يتم تدبير هاد الشواطئ الاربعه اللي هي قابله للسباحه، شاطئ لاله مريم، شاطئ عين دياب واحد وعين دياب امتداد، وكذلك نسبيا شاطئ النحله بسيد البرنوسي. في هذا الاطار استحضرنا عده ابعاد في استغلال هذا الشاطئ. لماذا؟ لتقديم خدمات جيده للمصطاد، لان بيت القصيد ديالنا هو ذاك المصطاد. ذاك المصطاد سواء الاب مع الوليدات، ذاك الاب اللي اشتغل طيله السنه، دوك الوليدات اللي كانوا في الجهد والاجتهاد في المدرسه، خاصهم في العطله الصيفيه ديالهم يلقاو واحد الخدمه جيده. قلت لك في هذا الشيء، في هذا الخصوص استحضرنا 3 ابعاد. كاين البعد البيئي، وفي هذا الاطار عقد مجلس جامعه الدار البيضاء 4 اتفاقيات مع المؤسسه محمد السادس للبيئه، تقص هذه 4 اتفاقيات 4 شواطئ: شاطئ النحله، شاطئ عين دياب واحد، شاطئ عين دياب امتداد، وشاطئ لاله مريم. وفي هذا الاطار خاص مراقبه جوده المياه سنويا، كذلك صلاحيه هذه المياه للسباحه واستحضار عده امور. كذلك هناك البعد الترفيهي الترويجي، بحيث ان هذه 30 ممكن لانها تخطب فرض التحملات ولا حتى الاتفاقيه اللي غنتحدث عليها من بعد اللي غتكون بين جامعه الدار البيضاء ومديريه التجهيز والنقل واللوجيستيك، ممكن من غير 70% و30% ممكن تبقى لجامعه الدار البيضاء واحد البقع الشاطئيه رمليه اللي تدير فيها الترفيه ودير فيها الرياضه ودير فيها الترويج، اما سهرات فنيه في الليل او كذلك مثلا كره القدم الشاطئيه او اي نشاط تبقي فيه مسابقات بين المستضيفين، بين الاطفال، بين الشباب او ما الى ذلك. اذا هذا البعد الثاني. استاذه سميره، نعم، اذا سمحتي لي غير واحد السؤال في نفس الاطار. ذكرتي واحد القضيه مهمه جدا، قلتي بانه كمجلس مدينه كتكريو مثلا 30% كتبقى 70%. لا، نعم، تنكريو القطعه. عرفت البقعه الشاطئيه كنسميوها في التحملات البقعه الشاطئيه. هذه البقعه الشاطئيه تنقسم الى قسمين: 30% تخصص للمظلات الشمسيه اي الباراسولات والفلاشات والطوابل، و30% و70% كتبقى بالمجان. والاتفاقيه اللي غادي نديروا من بعد مع في 2019 مع مديريه التجهيز راه غادا ترفع هذيك النسبه حتى ل 80%.
تتمنى كتبقى مجانا، بمعنى انا كمصطفى بيضاوي او ولكن بغيت نسولك، ما خليتينيش نسولك استاذه سميره، اشنا هو الاجراء الاخر اللي كديروه اولا باش تحميو المناول اللي كريتوا ليه ديك 30%، وفي نفس الوقت تحميو المواطن او يعني المستجمم من انه يتعرض لابتزازات اخرى من طرف ديزانتريو، ناس اللي ما عندهم علاقه نعم، شكرا على هذا السؤال وعلى هذا التدقيق. بالفعل حسينا على واحد الفكره سقطت التهويل، وهي كاينه واحد كنا التحملات كيتضمن واحد لجنه التتبع والقياده. لجنه التتبع والقياده فيها عده اطراف، عملت مقاطعات انفا، السلطه المحليه، اي الملحقه الاداريه ديال عين ديال، الشؤون الاقتصاديه ديال انفا، مقاطعه انفا، الشؤون الاقتصاديه ديال مدينه الدار البيضاء. هذه لجنه التتبع تراقب بشكل دوري او بشكل اذا صح التعبير اسبوعي، لان احنا ماشي دورات متعدده، لان هذا كنا التحملات الزمنيه كتستغرق انطلاقا من 15 يونيو فقط الى 15 شتنبر، وللاسف كنشوفوا الاحتلال تيبقى فوق هذا التاريخ. اذا كاين هذه لجنه التتبع تراقب العناصر ديالها، تدير واحد الجولات بين الفينه والاخرى، ممكن من 3 ايام ممكن اسبوعيا، ترى الى اي حد ان نائر الصفقه احترم هذه المسائل، احترم المقتضيات ديال كناش التحملات، تحت طائله كيف ما تيقول كناش التحملات، تحت طائله حجم هذيك الباراسولات اللي مشات الله يسترها من غير ديك 30%، لان 30% ملي كتحدد نهضروا شويه هذا بالتدريج من الشانطي كما كنقولوا، من الحد ديال الشانطي حتى لواحد الحد اللي كتبدا فيه 70%، و70% كتبدا الى امتداد اخر موجه في حاله المد. اذا قلنا كنحجزوا في المرحله الاولى كنحجزوا هذه الطاولات وهذه الباراسولات اللي ما تحققش في بلاصتها ديك 30 نسبه 30%، وإلا تكررت المسألة كنقدروا نلغيو الرخصة اللي هي مؤقتة، لأن هذا يسمى احتلال مؤقت لرئيس المجلس الجماعي أن يسحبها عندما لا تحترم مقتضيات كل التحملات. شكرا لك استاذه سميره. بغيت غير غير الله يجازيك بخير، بغيت ندقق. لا غير لحظه ونعطيك الكلمه. غير كاين الاخوان اللي عندهم تما اسئله، غير باش تكوني غير سميتو باش تكوني بريف، باش الاخوان تما يطرحوا عليك الاسئله، السي يوسف والاستاذ ممثل جمعيه المستهلك والاخ محمد عن الجمعيه الذهبيه. تفضلي استاذه، قولي شنو بغيتي تقولي باش ندوز الكلمه للسيد. هذا وقلنا هذيك الابعاد اللي استحضرتها جماعه الدار البيضاء في افقي تنظيمي هذا الاحتلال. كنا قلنا البعد البيئي، بعقدها واحد 4 شراكات مع مؤسسه محمد السادس للبيئه لتدبير هذه الشواطئ الاربعه اللي صالحه للسباحه، البعد الترويجي التثقيفي الرياضي، والبعد الاجتماعي. احنا هذوك الاخوان اللي تنشتغلوا هذا تنعتبروه نشاط موسمي. ثاني الاخوان من الساكنه المجاوره لمنطقه اسف استاذه سميره تقطع عليها الخط. هي سمعتوا المعطيات اللي اعطتنا الاستاذه سميره، بغيت نسمع التعقيب ديالك كمسؤول. التعقيب ديالي على الاستاذه سميره بعض النقاط اللي هذا كاين شي حوايج اللي تقريبا نفس الهضره اللي قلت تقريبا، غير هي في التعديل التعديل الاخر اللي من وراء 2018 ما عندناش التعديل لان ما بقاش تكرا، كاين فيه 15 درهم كما قلت، كانت في الاول 30 درهم. فهمتيني؟ وتقريبا 70% و30% محددها هذاك الشيء كيقول لي محدده في السي بي اس. وحاجه اخرى اللي بغيت البعد الاجتماعي اللي بغيت تهضر عليه، لان هو تقريبا نقدروا كما كنهضروا على المصطاف، هذاك السيد الاخر اللي عنده اللي كيوجد ليه راحه المصطاف وقال فتح قطع على التليفون هو مغربي حتى هو، فهمتي؟ عنده اش نقول لك، كما كنلقاو الحمد لله هو خصنا نراعيو ليه المصدر المعيشي ديالو اولا. ثاني حاجه كنلقاو الحمد لله بزاف ديال المبادرات الاجتماعيه اللي دارت في البلاد، دارت لهذا نقدر نقولوا واحد الاقتصاد لا فورمال اللي ما معروفش كاع. كنشوفوا دابا الاسواق النموذجيه، جمعوا الكرارس دخلوهم، شي مبادرات اللي داروا في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، ولا المبادره الاخرى اللي طلق سيدنا ديال مبادره انطلاقه، عمليه انطلاقه. فهذا الشيء كامل جا الخدمه واحد الناس اللي كتخدم في واحد الميدان، اولا اللي ما كانش مهيئ، لا اولا باش هي تستقر في هذاك المورد الرزق ديالها، وثانيا تنظم، وثالثا شنو نقول لك،
حتى الدوله تستافد منها. نعم. فهمتي؟ وفي هذه الاستفاده اللي كنهضروا راه هذوك لي باركي، هذوك لي باراسول اللي كيتكراو من غير مؤخرا اللي كانت المده قليله، فكان بعض المرات كيوصل ل2.5 مليون ديال الدرهم، 2 مليون ديال الدرهم. فهاد الثمن اللي كيتكرا به هاد البلاج ولا هاد المنطقه اللي هي سياحيه في الدار البيضاء، فهو تا هو كيدخل باش لتنميه مدينه الدار البيضاء. يعني هذوك الناس ديال لي باراسول ولا داك واش غالي الثمن؟ غالي ماشي غالي. راه كيقدر يبان شنو كيبان والو. لا قلت لك غالي الا بغينا نقارنوا مع بلايص اخرين. انا الوقت اللي بديت لك قبيله قلت لك لاسبان وهذه كيكروا ب 5000 الاورو. فهمتيني؟ هنا في المغرب كتقدر توصل اكثر. كنقول لك وصلت في بعض المرات على حساب الطلب والعرض كتوصل لجوج كما قالت الاستاذه سميره البليز اوفرون، وصلت تقربت ل 3 مليون ديال الدرهم. كتضخ من ذاك الشاطئ لتنميه مدينه الدار البيضاء. فهمتيني؟ نكمل على كلامي الاول اننا قبل ما تكمل حيت الاستاذه سميره رجعت باش تعقبوا باش نتوما اللي تحاوروها. استاذه سميره مرحبا بك من جديد. تفضل عندك نشوفوا شنو السؤال ديال هذاك البعد الاجتماعي. فيه الشقين. الشق ديال هذوك الشباب اللي كيشتغلوا في هذا الموسم، لان كنعرفوا طبعا هناك انشطه غير مهيكله نعترفوا بها ببلادنا، غير مهيكله، مثلا بمناسبه عيد الاضحى، بمناسبه الدخول المدرسي، بمناسبه الاصطياف. احنا الحمد لله تنسمع انا اليوم كاينه جمعيه تتنظموا. راه جماعه الدار البيضاء ملي وقعت واحد الاتفاقيه مع المديريه الاقليميه ديال التجهيز والنقل واللوجستيك، طبعا لوضعي، لان هذا راه ملك عام عمومي بحري بين قوسين. الوزاره الوصيه هي هذا وزاره التجهيز والنقل واللوجستيك، تقول ان تضع رهن اشاره الجماعات الترابيه نموذج الدار البيضاء هذه الشواطئ. وفي المقتضيات ديال هذه الاتفاقيه في البنود الاخيره تقول لك يمكن للجماعه، اي جماعه الدار البيضاء، ان تقوم بالتدبير من الباطن، بمعنى نكريو الاطراف الاخرين ونحبذا هؤلاء الشباب ينضموا، يكون داك الشيء مهيكل وهذاك مصدر رزق كما قال الاخ الكريم، وبالتالي ما نحرموهمش من هذا المناسبه ديال واحد شهرين ولا شهرين ونصف باش يكون لهم مصدر رزق، ولكن يكون داك الشيء مهيكل ويقدم خدمه جيده للمصطفى. وهذا هو الوعد الثاني الاجتماعي، وباسعار مناسبه، لان من يرتاد القطع الرمليه، ملي تنقولوا القطع الرمليه ماشي حنا في كابانوات، ماشي حنا في قرى سياحيه، ماشي حنا، يعني ذوي الدخل المتوسط ان لم نقل الضعيف. وبالتالي خاص يراعى هذا، نضمنوا فرصه شغل ولو موسميه. لما لا؟ المجتمعات اشتغلت بهذه الفرص الشغل الموسميه، وكذلك هذاك المواطن المصطاف نراعيو ليه القدره الشرائيه ونكريو ليه هذوك المنقولات الباراسول الطويله كرسي في المتناول. كذلك جماعه الدار البيضاء بغيت ندقق هذه، الله يجازيك بخير، غير نكملها، وهي ان في 2019 وقعت اتفاقيه اللي تحدثت على بعض المقتضيات ديالها بين المديريه الجهويه ديال هذا النقل واللوجستيك وهذا والتجهيز وجماعه الدار البيضاء، وصادق عليها المجلس الجماعي. اعتقد بعد ما تمت التهيئه ديال كورنيش الدار البيضاء غادي يكون واحد التصور مهم، وغادي تكون خدمات جيده تقدم للمصطاف تراعى في هذه الجوانب اللي تحدثت عليها، الاجتماعيه الترفيهيه وكذلك البيئيه، واشراك هذه الفئه من المواطنين الشباب اللي كيشتغلوا موسميا هذا باش نهضوا بالمدينه ديالنا، لان مساله الجانب الاجتماعي خاصو يراعى في هذا الاطار. احنا على استعداد استاذه سميره اننا يعني نساهموا لا معك محمد نقاش رئيس الكاتب العام لجمعيه الشاطئ الذهبي بعين الدير. احنا مستعدين استاذه سميره اننا
الافاق ان شاء الله المستقبليه. انا عندي استاذ سامر عندي جوج ديال الاسئله الا كان ممكن باش نكمل تتعقب. تفضل كمل ليها. قلت لك استاذه سميره احنا على استعداد اننا نساهموا معاكم لان هذه مدينتنا وبغينا كاملين ننميوها وما كرهناش حنا كاع ناخذوا حقنا كما قلت لك من السياحه الشاطئيه اللي المحيطه بالمغرب فهمتيني حتى حنا ناخذوا حقنا يولي واحد الدخل ديال العمله من هذيك السياحه الشاطئيه وحنا على استعداد نساهموا لا في السي بي اس كيفاش نخدموا ذاك المصطاف وحنا كما كيقولوا بحكم التجربه ديالنا وحنا اللي في ارض الواقع حنا معاكم يدنا في يديكم وفي السلطه المحليه ويمكننا نزيدوا لقدام بهذا الميدان. استاذ سامر عندي جوج ديال الاسئله الا كان ممكن. السؤال الاول قلتي بان السمساره انتهت في 2017 دخلتوا في واحد لابروسيدور جديده مع المدير الجهوي التجهيز والحال بان هذا الشيء ما توقف حتى 2000 ديال الصيف ديال 2021. هل معنى ذلك بان جميع ما كان يتم في الشاطئ العين ديال من 2017 ل 2021 كان فيه تقول تجاوزات ولا كان ممكن تكون غير قانونيه الى غير ذلك؟ السؤال الثاني حنا دائما في كازا كنتحدثوا على عين دياب والحال عندنا جوج شواطئ اخرين ديال البرنوصي وديال عين السبع واش ما فيهمش نفس السمساره؟ كيفاش كتنظموا فيهم الامور في البرنوصي وعين السبع في الوقت اللي تا هما كيعرفوا نفس المشاكل وكيعرفوا نفس نعم شكرا على هذه الاسئله. نوضح اكثر ونوضح حتى تدخل ديال الاخ الكريم من الاخ. بالنسبه للسمساره كانت اخر سمساره تنظمت او طلب عروض مفتوح لاحتلال مؤقت للبقعه الشاطئيه عين دياب عين دياب واحد وعين دياب امتداد وشاطئ لاله مريم. شاطئ لاله مريم اللي حدا لا كورنيش قرب المسجد ديال ال سعود والخزانه ديال ال سعود. هذه فقط تنظم وكانت 2017. بالنسبه ل 2020 2021 تداعيات كورونا. بالنسبه ل 2018 2019 كانت جوج اكراهات اذا صح التعبير ولا جوج استعداد اكراه واستعداد. كان الاكراه الاول وهو ان كازا اميناجمون كانت كتقوم بالتهيئه ديال لاكورنيش كله ديال عين دياب من العمق حتى لمنطقه مروكومون. هذه النقطه الاولى. ثانيا جماعه الدار البيضاء كانت تستعد لواحد تصور جديد لهذا الاحتلال بشراكه مع وزاره التجهيز والنقل واللوجيستيك لان هي بين قوسين القطاع الوسيط على هذا الملك العام البحري اللي كيتسمى الملك العام البحري وبين قوسين واخا كنا كننظموا هذه السمساره كانت كتراسلنا هذه المديريه باش لان كانت مرخصه فقط جماعه انفا سابقا واحد الترخيص سنوي من 2001 حتى 2002 وانتهى ولكن حنا كنا باش ما نخليوش الفراغ كجماعه سواء في اطار المجموعه الحضاريه سابقا او جماعه الدار البيضاء نظام وحده المدينه من 2003 باش ما نخلوش الفراغ ونقدموا خدمات للمصطاف خاصه ذلك المصطاف اللي لا قبل له باش يهز باراسول يهز كرسي يهز طابله ويتم جاي لان كيجي غير الطوبيس ولا يجي في اي وسيله نقل اخرى. كنا تنظموا هذه السمساره. اذا توقفات 2017 كنا نظمنا السمساره وكان نائل الصفقه وكانت بعض الاشكالات وحلاتنا وحلينا هذيك الوقت بشراكه مع السلطه المحليه وكذلك نشيد بعمل السلطه المحليه لانها تتدخل عندما يتضايق المصطاف او المواطن ببعض السلوكات اللي لا نعممها سلوكات بعض الاشخاص فرد اتوا فرد كان هذا. اذا قلنا 18 و19 كانت المساله ديال حنا تنديروا تصور جديد لاستغلال هذا الشاطئ وكذلك كانت الاشغال جاريه و20 و21 راه كانت تداعيات كورونا لان حنا ما نظمناش 21 ولو ان دابا الشواطئ مفتوحه لان كانت حاله ترقب واش حاولت الطوارئ غادا تمشي اجراءات تشديد اجراءات التخفيف وبالتالي بقى مفتوح وما حرمناش المصطفى. بالنسبه لشاطئ النحله وشاطئ عين السبع ما كانتش كتنظم فيهم السمساره عموميه. كانت بعض الملاحظات ديال بعض الجهات المختصه صحيا بيئيا الى اي حد بعض المياه جيده للسباحه او غير جيده وبالتالي احنا دائما في اطار كان مجلس الجامعي تقديم خدمه جيده للمصطف كنا كنقتصروا على هاد الشواطئ الاربعه. شكرا لك استاذه سميره. كاين السؤال ديال السي علي شتور رئيس الجمعيه المغربيه للدفاع عن حقوق المستهلك. استاذه الكريمه تحيه طيبه من هذا المنبر. تحيه متبادله ونشكركم على العمل الدؤوب وكنشكروا من هذا المنبر الامن اللي كيسهر على ليل نهار على راحه المواطن. احنا اللي غادي نقول بان كما قال الاخوان راه الشباب اللي هما كيعملوا في هذه المرحله
احنا ماشي احنا كجمعيه مغربيه للدفاع عن الحقوق او كجامعه مغربيه للدفاع عن حقوق المستهلك، هذاك مغربي وهو مستهلك وانسان اللي هو وطني وكيعمل. ولكن احنا اشنو تنطالبوا؟ كنطالبوا من هذا المنبر بهيكلات القطاع. الى تهيكل هذا القطاع، هذوك الناس هذوك الشباب حنا كندافعوا عليهم، خصهم يدخلوا في الضمان الاجتماعي، خصو الحقوق ديالو. ما لا الانسان كيعمل خصو يكون يعرف ما له وما عليه. واش الانسان يخدموا يومين 3 ايام 4 ايام، واحد كيستافد واحد لا. خص هاد الشباب نكونوا حنا، هذا هو المهم عندنا حنا، هو الدفاع عن هذا المستهلك، والدفاع عن المستهلك باش يدخل تكون هذا القطاع مهيكل. وانتم حتى انتم طالبوا بان هذه الشركه اللي غادي دير تاخذ ولا تشارك في كناش ديال السمساره، تكون عندكم انتم تكون عندكم واحد اسمه كتقولوا بان هاد الناس راه خاصهم يكون عندهم يتخلص في الضمان الاجتماعي وهذا وهذا وهذا، باش هذوك الشباب حتى هما يستافدوا، ماشي واحد كيستافد وواحد كيعمل وكيقول لي السلام عليكم. شكرا لك سيدي علي. تفضل يا استاذ. صحيح، هذه ملاحظة في الصميم، ولكن أحيط الأخ الكريم علما بأننا عندما تنظم هذا راه تكون مجموعة من وثائق الملف ديال الشركات اللي تتساهم أو تتسوميسيوني في هذا طلب عروض مفتوح، من بينها الموارد هذا اللوجستيكية والموارد البشرية بما فيها تسجيل في الضمان الاجتماعي. ولكن للأسف أنا نأكد راه هذيك المثالية كيف ما بغينا حنا هذيك الشركه اللي نالت الصفقه تنظمها راه ما تتحدثش. راه قلت لكم كاين بعض السلوكات التي تخدش وتضايق طمأنينة المصطاف. كاين كذلك هذيك الشركه، بعض الشركات في خلال بعض المواسم الصيف لا تعمد الى التسيير المباشر، بل تقطع هذا القطاع حتى هي قطاع وتتقطعها وتتكريها لمجموعه من الاشخاص. وهنا فين تكون بعض الفوضى وبعض اعمال او بعض السلوكات اللي غير لائقه. ولكن احنا قلنا في اطار الحمد لله هذا المجلس الجامعي ديال مدينه الدار البيضاء في هذه الولايه 2015 2021 بدا يؤسس قانونيه الاحتلال. درنا شراكات مع الجهات اللي معنيه، وهي المديريه الجهويه ديال التجهيز والنقل واللوجستيك، خلاتنا في بعض المقتضيات اننا يمكن لنا من الباطن، قالت هكا من الباطن يعني نمشيو للكراء وحنا غندفعوا لها اتاوه حسب مقتضيات، لان دار الملك ديالها ندفعوا لها اتاوه، وتا هذاك اللي غادي ينال الصفقه غنشوفوا التصور انا تنقولوا. ولكن حنا دائما استحضار هذا البعد الاجتماعي في هذا الخصوص. شكرا لك استاذه سميره. اسمح لي سيدي علي حيت ما بقاش عندنا الوقت، نعطيو السؤال حيت ما عطيناش السؤال وندوزو للسؤال الاخير باش نخليو راه الاستاذ. لا هو كتعقيب تقريبا. شكرا لك على هذا الوقت استاذه سميره. هو تعقيب تقريبا كتعقيب على الاخ بالنسبه للسينيسي. سؤال هذوك لي بارسيل اللي كنهضروا عليهم تما. لا ما عندك السؤال الاستاذ باش نحروها حتى هي، لان لا ما عنديش شي سؤال. انا كان عندي سؤال الاخير استاذه سميره. هذا العام ما درتوا شيء سمساره، كيفاش غنحميو مثلا هاد الجمعيات والناس اللي كانوا كيعيشوا في هذه الفتره؟ اشنا هو تصوركم؟ ما درتوش السمساره، ما كاينش مناوله، ما كاين حتى شي حاجه، كيفاش طبعا هاد الجمعيات راه جمعيات مواطنه، نقول لها رفقا بذلك المصطاف. رفقا لانها هرب من حر الشمس باش ما يبقاش حر الاسعار ديال هذيك المنقولات، رفقا بهم. ومرات ينظموا الحمد لله ملي كان اليوم تسمع واحد الجمعيه ديال الشاطئ الذهبي او شيء من هذا القبيل. اذا حنا راه قلنا ها القرار الجبائي في غياب السمساره، قرار جبائي تيحدد. لان القرار الجبائي يقول في حاله التسيير المباشر للشواطئ من طرف جماعه الدار البيضاء عن طريق الاعوان ديالها والموظفين ديالها، او لا في حاله سمساره عموميه، ها هي الاسعار خاصنا نحترموها، والسلطه حتى هي خاصها تقوم بالدور ديالها بالضرب على يد من تسول له نفسه ومضايقه المصطف. لان هذوك يشتغلوا والاخرين تما يعوموا في راحتهم. استاذه سميره، راه دابا الوقت اللي ما تكراش، راه كاينين شي ناس اللي فهمتي كيهودوا يعني ما بقى كاين شي وحدين كاع اللي طلعوا من البلاج، دوك اللي موالفين كيكريو طلعوا. يعني كاينين شي واحد فهمتي، كاينين الناس اللي ماشي ابيتوي انه يخدم في البلاج ولا شي حاجه، فهمتي هنا في كيكونوا الاحتكاكات. اما بالنسبه للناس اللي حريفيه ولا ما كانش كيكون هذه المشاكل كاع. راه استاذ راه كانت كدوز سمساره وكيشوف داك الشيء كيدوز العام، ما كاينش المشاكل. راه كاين كما قلت لك ملحقه اداريه تما فيها القيد. يعني راه سي فاسيل ان واحد المصطف بيضاوي غيطلع عند القيد ويقول لها
وانا نقول لك واحد القضيه، ان احنا نهض كثرت الهضره مشينا كنشوفوا الشكايات، ما كايناش حتى شكايه عند الامن ولا شنو. راه كاينين الناس اللي كيتسولوا. تصور واحد ديك النهار شفنا في واحد الفيديو قال لي الباراسولات، قال لي خايبين وهادي وكيديروا قال لي وانت كتهود عندهم؟ قال لي لا ما عمرني هودت. قال لي ما عمرك ريت عندهم؟ قال لي لا انا كنسمع كيقولوا لي الناس. راه اللي بغى يسول شي حاجه الاستاذه سميره يعني ما كاينش، فهمتي، عارفه اللب ديال سميتو ديال الموضوع، ويهود للشاطئ اللي عندك اللي في الرمله يسولوا. فهمتي. اما دابا الوقت اللي كما قالت الاستاذه ما كانت لا ميناجمون، خلات الناس ما كراتش، فهمتي، والناس ما جاتش. ترى الناس كان واحد النقص ديال الناس اللي يهودوا للشاطئ، وفي نفس الوقت كما قلت لك كتكون شويه بعد الوقت ما كيكونش الكرا ولا شي حاجه، ما كاينش تنظيم، راه ما كاين ما تنظم، كتولي شويه الفوضى. نخليو الاستاذه سميره رزامي، شكرا لك، شكرا جزيلا على الوقت ديالك. بارك الله فيك وشكرا لك. واحد النقطه سي العربي باش ما تمشيش ليها الاخ تكلم على لا سينيسيس. عرفتي لاحظنا واحد المساله، حنا عندنا بعدا في الشاطئ عين ديال بزاف ديال الشواطئ، في الشواطئ كيخدموا اون فامي، الغالبيه كيخدموا اون فامي. يعني كتلقى مثلا الوالد خدام مع الوليدات ديالو، ولا الاخ خدامين مع الاخوان ديالو، فهمتيني. يعني فيها واحد يعني بعيده على ذاك كاين بعد اجتماعي، فهمتي، كتر. لاحظنا ماشي غير في المغرب، تضامني. شوف تضامني. اسمع، لاحظنا ماشي حتى في المغرب. تصور في واحد البارسيل في سميتو في الريميني، مشيت سولت السيد كيفاش بقى كيعاود كيعيط لولدو، قال لي راه خدامت واش معاك؟ قال لي راه معايا ولدي وهادي وبنت اللي مقابله الحساب. قال لي حنا كنخدموا فون. قال لي راه حنا هادشي اللي كنديروا في المغرب، كنخدموا قطاع اجتماعي اسري تضامني. هذا هو اللي كاين بالنسبه للشاطئ. ولكن احنا ما كنتكلموش على ديك البارتي زعما المسائل اللي هي استثنائيه، حنا كنتكلموا على العموم. دابا اليوم اللي فهمنا سيدي علي، نعطيك الكلمه اللي فهمنا اليوم بانه بزاف الامور توضحت، انه كاين هناك المناول، كاين هناك جمعيه معترف بها وخدامه في هذا الشيء، وجمعيات اخرى على ما اعتقد. احنا انتم الوحيدين الشاطئ والمصطاف باش يفهم المشاهد جمعيات الشاطئ الذهبي لحسن الاصطياف. يعني السيد الكونسيسيونير فاش غيقابل ديك 30 بارسيل، حنا كنوصلوا لهم الفكره، واللي ما كاين ضابط البنود، فهمتي، كنوصلوا للكونسيسيونير ان مثلا اكس راه طرا مشكل. وكما قالت الاخت سميره كاينه لجنه اللي كتنظم، اللي كتجتمع كل 3 طيله الصيف بالرئاسه ديال السيد عامل مقاطعه دار البيضاء اونفا، والمصالح التابعه، المصالح التقنيه ديال مقاطعه اونفا، والسيد القائد والناس دول الامن بمختلف التلوينات ديالهم. يعني كتكون شي غومارك ولا شي حاجه كتوصل للكونسيسيونير لانه هو اللي عنده الصفه كيوصلها لهم، فهمتيني. وكيكون ديك الساعه تدخل باش اذا انتم تتعانيوا من هذوك المتطفلين. دابا نقول لك حنا العمل ديالنا الوقت اللي مكري، دابا ما كاينش معاه ما غتهضر. لا كندوي فهمتيني، بحال اللي مكري دابا ما كاينش معاه ما غتهضر. دابا شنو هي الصفه؟ هذا كونسيسيونير وهادو المستغلين، حنا بيناتهم. انت ما كاينش مستغل، ما كاينش كونسيسيونير، ما كاينش لان كاين الجماعه كتوفر الخدمه للمصطاف اترافير ان كونسيسيونير اللي كاينين مستغلين حاليا خارج اللعبه. دابا ما راه كما قالت الاستاذ راه ما تكراش من 2017 كان واحد المجال شويه ديال سميتو احسن السؤال، فهمتي. والغالبيه دابا اللي كاينين الاخوان اللي باقيين تما كاين في لي بارسيل ديالهم، اش غنقول لك، راه محافظين على ذاك المصطاف، لان ذاك المصطاف راه بحال واحد اش غنقول اون فلور، خاصك تخليه، لان ربيتي ليه الثقه في الشاطئ عين ديال. راه تصور ان كاينين الناس من الجاليه المغربيه اللي كيجيو وكيكون عنده شي وريقات غادي يجمعهم، ولا عنده شي فهمتي شي امور ديالو خصو يقضيها في ذاك الشهير، وعنده غير الكونجي غيحرم وليداتهم من البحر، كيجيبهم من الصباح للبحر ويخليهم في البارسيل، يقول لي يعطيهم اللي بغاو حتى العشيه ورجع لهم. كنقول لك واحد الثقه اللي مهمه. علاش كاينين شي وحدين كيجي كيهضر ما عارفش، ما عمرو كرا راسو، ما عمرو هود البحر. غتلاقى مع واحد في الشارع غتسولو. محمد دابا كاينه الشاطئ غيدخل مرحله جديده من التدبير. مرحبا. الاستاذه سميره دوات على واحد العقد ولا اتفاقيه توقعات مع وزاره التجهيز واللوجيستيك والنقل، تقضي
بانه غيتبدل حتى النمط ديال التدبير ديال الشاطئ. بمعنى ممكن هما يديروا سمساره كجماعه ولا ما يديروهاش على حسب بناء الاتفاقيه. واش نتوما موجودين لهذه المرحله اليوم ملي غيقول لكم ودي نتوما ما غتكونوش سواء كجمعيات او كناس مقدمين الخدمات ولا كالسيد اللي كيشد الصفقه وكيشد نائل للسمساره. لما زعما كيفاش كتوجدوا واحد المرحله ممكن تفاجئكم. نقول لك حنا ماشي كجمعيات، حنا كناس اللي كيستغلوا بقع الرمليه في اطار المظلات الشمسيه. لا ماشي ناس، ماشي اي ناس كيستغلوا، ماشي انا نجي نستغل. لا ماشي عندكم واحد الصفه معينه. لا الصفه لان سي بون راه ماشي اي واحد كيبيع الخضره، ماشي اي واحد كيسوق الصوبيس، فهمتيني؟ كل واحد وحرفته. غير هما هاد الناس اللي كيستغلوا المظلات الشمسيه مستعدين يكونوا شركاء. مستعدين في اطار هاد الجمعيه ولا في اطار اون كونسيسيون لا كانت يدوز ان مارشي ويكونوا شركاء. علاش؟ لتنميه اولا مدينه الدار البيضاء، لان كنشوفوا دابا وقالت هاد لي مارشي اللي محلولين في الدار البيضاء دابا، هاد الاوراش اللي محلوله ديال الترونسبور ودي بروجي اللي راه ما خاصناش نستثنيو منهم الشاطئ. نعم لان هاد الطرقان كاملين باش يمشي فيهم سميتو المواطن البيضاوي ولا الزائر ولا ولكن من غيوصل للشاطئ يعاود يرجع خاصو يلقى شي حاجه ثاني تما كاين. وكما قلت لك بحكم التجربه لا ديالنا هنا في شاطئ عين الدياب، وهنا نقدر نهضر حتى على مثلا بحال كما قلتي شاطئ النحله ولا هذا. حنا خرجنا شفنا شواطئ اخرين كما كيقولوا القانون المقارن، حنا شفنا شواطئ نقارنوا راسنا بها. لقينا عندنا دي كاليتي اللي احسن منهم. شنو اللي بقى داك الاطار التنظيمي. الاطار التنظيمي اللي غيعطيك هامش فين تقدر تستثمر، توجد خدمات مزيانه للمصطاف، ويعطيك واحد العلاقه مع سميتو مع مالك البقعه اللي هي وزاره التجهيز ولا الجماعه ولا فهمتي ولا اللي المؤسسه اللي مكلفه المياه والغابات ولا فهمتيني. هذا هو النقطه في كاينه. نعم سي علي، كلمه اخيره، بقات لنا 5 دقائق. قول كلمه اخيره ولا عندك شي تساؤل الاستاذ؟ لا السؤال اللي قلت الاخ وهي هيكله. الا كانت الهيكله ديال اي قطاع، ما تنهضرش على هذا القطاع، اي قطاع كانت الهيكله كيكون كل شيء مستفيد. الا كانت العشوائيه راه معروف العشوائيه حنا كنعيشوا فيها، راه العشوائيه كتدي للنصب والاحتيال والمشاكل وما جاورها. حنا كنقلبوا دائما كنطلبوا الجهات المسؤوله باش تهيكل هذاك القطاع. راه الا تهيكل ذاك القطاع راه حنا غادي كلنا نستافدوا، انتم كلكم تستافدوا. هو الهيكله استاذ ما غيمكن دابا دوك ولاد المنطقه ديال عين الدياب اللي كيستغلوا ديك البلاصه كيخدموا في ديك المنطقه كما قلت لك. كل مارشي كريور كيخدموا فيه الناس اللي حداه. نعم. ومارشي الحوت المرستين الناس اللي حداها. نعم. علاش كنهضروا غير على شاطئ عين الدياب؟ نقول هذوك ولاد عين الدياب كيجيو تما حتى واقيلا كضرب فيه الشمس وكيولي كحل ما كيعجبناش. ويكون عنده مسكين الدار غيبان حتى هو شهيب، فهمتيني؟ الهيكله راه ما يمكنش غادي نهيكلوا واحد القطاع ونستثنيو واحد الوقت كان لامين ديال الحرفه، بعد كتبغي تهضر في شي حرفه كتجيب لامين. راه ما يمكنش غتهيكل واحد القطاع وما تعيطش الناس اللي فيه. لا تريح تهيكلوا من البيرو، فهمتيني؟ وبمراعاه الجانب الاجتماعي لهذوك الناس، لان هذوك الناس راه كاين اللي كيخدم ديك الوقيته ديال الصيف باش يعيش فيها الشتاء كامله. منطقتهم هما غيكونوا اكثر حفاظا عليها، اكثر حفاظ. زائد ثاني داك الشيء بنادم فهمتي كيعوم مزيان. كاين اللي كان متر ناجور وبحكم لاج ما بقاش، وكاين بزاف ديال الحوايج فهمتي. يعني كاين واحد التداخل اللي خاص المراعاه ديال الثقافه البحريه هما اصلا. راه البحر راه ما يمكن، راه كاين اللي يجي يخدم البحر مسكين وتجي لازم ولا شي حاجه. واحد كبر حدا البحر ما عندوش المشكله في البحر، فهمتي؟ نعم سي. حنا نقول واحد القضيه ونعاود نقول دوك الشباب كلهم راه ولادنا وكنبغيو لهم الخير. هذا هو واش كنقول حنا كنبغي لهم الخير، ماشي كانوا حنا ضدهم، لا حنا معاهم وكندافعهم. لان هو دابا خدام، دابا اليوم خدام في البحر في الشاطئ، بعد غدا غادي يجي عندي يقول لي انا عندي مشكل في واحد الحاجه اخرى، عندهم مشكله اخر في السلسله. حنا كنوقفوا معاه. حنا راه مواطن مغربي، انا ماشي ضد استاذ. هو راه هو مستهلك، ما خاصو يخدم باش يمشي يستهلك. راه لا ما خدمش اش غادي يدير. ولكن اسمع لي، انا كنهضروا على الموضوع اللي هضرنا عليه، ماشي قيد الاستهلاك. خصنا نشوفوا في سياق الكلام نتكلموا، ما تنهضروش على كنقولوا هذاك السيد حنا بغيناه يخدم، ولكن في واحد اسمه اللي هو قانوني. اطار قانوني. هذا هو الاشكال اللي قلت لك تنظيمي. يعني الوقت اللي غيكون تنظيمي تكون كونطرا ديال الفكره. الوقت كنهضروا على 2.5 كما قالت الاخت. نعم 2.5 الله يكون في العون.
كي دايره كي غدير لها من بعد غيكون عندك مده. قلت لك انا في الاسبان كاينه 5 سنين 5 سنين 10 سنين، راه يمكن لك دير لي الضمان الاجتماعي وتدفع في البارتمون تبقى يخلص وفهمتي وبزاف ديال الحوايج. ونستغلوا حتى الشاطئ، حنا عندنا الشمس اكثر منهم. عندنا الشمس كتبدا من شهر 4 حتى شهر 11، هما عندهم الشمس كتبدا حتى شهر 6 فهمتي. وهما كيفاش كيبداو في شهر 5 وكيساليو حتى شهر 10 الاخر ديال شهر 10 باقيين خدامين. الاسكندناف والبريطانيين كيجيو لتما كيجيبوا الفلوس، راه الباراسول تما كاين ب 11 اورو 15 اورو، حنا راه هنا 24 درهم 15 درهم راها فلوس. هذيك الفلوس كما كنجهزوا مثلا دي زوطيل ونجهزوا باش نستقطبوا واحد السياحه اللي يجيو يشوفوا المآثر ديالنا الحمد لله اللي كبيره في البلاد ويشوفوا بزاف ديال الحوايج اللي عندنا في هذه البلاد السعيده. راه عندنا شواطئ خاصنا نستغلوا لغه اخرى، خاصنا حقنا في السياحه الشاطئيه. تبارك الله عليك، ما يبقاش غير الاسبان والايطالي وسميتو. تبارك الله عليك تبارك الله عليك، هذا هو المأمول. كلمه اخيره يوسف. لا هو كخلاصه هو زعما من الصعيب اليوم في 2021 وفي القرن ال21 ان مازال كنتكلموا على تنظيم الشاطئ ديال عين دياب في مدينتي. الفكره ديال المدينه الضاربه كلها بنيت على البحر، حتى منين جاو الناس الاولين لا ماشي المدينه الذكيه، فكره الدار البيضاء كلها قبل ما تكون الدار بنيت على الشاطئ. حتى من الناس جاوا يحطوا الميناء وحطوا المدينه القديمه وحطوا بنيت فكرتها على الماء على الشاطئ على هذه المدينه التي فوق الماء. ومع ذلك اليوم مازال الصعيبي كندوي هزاه مازال اليوم كندويو على تنظيم واحد المجال ديال 3 كيلومتر ونص باقي فيه المشاكل. انا اليوم خاصنا جديه في هذا الموضوع. لا اليوم انا فاجئني اسمع محمد طبيعه الحال النقاش تبارك الله لا طبيعه الحال والسعالي خاصنا جديه شويه في هذا الموضوع. خاصنا اللي كنقولوا المقاربه المندمجه او المقاربات المندمجه هنا خاصها تبان في هذه الابعاد كلها، البعد الاجتماعي والبعد البيئي والبعد الاقتصادي والبعد المالي والبعد الاستثماري والبعد السياحي. نجلسوا شويه على الطابلو ونجمعوا هذا الشيء كامل. حتى الوليدات مساكن فاتحين بيوت وعندهم اصول وعندهم وهادو ابناء البحر. نعم هادو وحنا كنسمعوا هادو شوف هنا ولا في هذاك الاستقطاب ديال داك الزبناء ديال كاين الشيخ والبحر واللي كاين الشباب والبحر. مزيان نحتفلوا بهم ومزيان نحلوا هذه المشاكل، لان كازا ما يمكنش كيف قال واحد الفكره جيده السي محمد، قال لك كازا كلها اليوم مشاريع. نعم وانه ما يمكنش نوصلوا للبحر ونتفشلوا. نعم لا ينبغي ان نفشل في البحر. الحمد لله الحمد لله. وكلمه الاخيره لك يا الكلمه الاخيره انا شو غنقول لك، واحد الكلمه اخيره غنقولها للناس ديال مدينه الدار البيضاء. واحد النظره بغات تعطى لواحد السيد اللي هي ماشي ديالو، بلطاجي. والوقت كتقول بلطاجي فانت كتحيد السلطه المحليه والبوليس وداك الشيء كاع مساكن هذوك الناس اللي كيضلوا تما كاين كتحيدهم. مستفز كتحيد ثاني هذاك العدد الكبير ديال عباد الله. راه بعد كتقول مستفز وكتلفت كتلقى الشاطئ عامر. فينا الاستفزاز؟ راه كنهضروا على الدار البيضاء، راه ماشي شو مع احترامي بزاف ديال الحوايج. حنا في هذه المدينه ديالنا راه ما غيمكنش غادي نفرض عليك انت واحد شي حاجه ما كايناش وغتقبلها، ولا انا فرضتها عليك وفرضت عليك الظروف غتعاود ترجع عليها. فهمتيني؟ راه كنشوفوا شواطئ اخرى بدا كيقلوا فيها الناس وكيمشيو لهذا الشاطئ اللي قريب تمشي ليه بالطرام، تمشي ليه على رجلك في الطوبيس في موطور في الطوموبيل فاش ما كان، ومختلف الفئات الاجتماعيه. والان كنلاحظوا حتى شي ناس اللي كانوا كيمشيو لواحد الشواطئ اللي هي خاصه ولات كترتاح في شاطئ عين ديال. هو الحمد لله الحمد لله. خاص كما قلت لك شوف هادشي بفضل هذا المجهود اللي درتوه. كاين الفضل ديال المجهود اولا نقول لك السلطه المحليه، لان راه العامل السي فوزي الله يذكره بخير ولا السي الحلو ولا السي سفير راه كانوا كيوقفوا برجليهم شخصيا باش يوفروا الوقت اللي كان كيتكرى الشاطئ باش يدوز الشاطئ في احسن الظروف. فهمتي؟ وتعلمنا منهم بزاف ديال الحوايج لان السي فوزي الله يذكره بخير قال لنا بهذه اللغه الا كنتوا غادي تطلعوا الخدمات وتطلعوا النيفو راكم غتبقاو، الا ما غاديش سميتو راه غادي فهمتي خاص تبدل الفكره. والوقت اللي لا الرساله اللي بغيت تعطيها نكمل لك. والوقت اللي جا اللواء الازرق المره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه فراه كانت العمليه ناجحه. الرساله كما قلت لك هي ان داك السيد اللي كاين تما مسكين في الشمس وعنده داك اللون راه ماشي زعما داك اللون راه ديال الخدمه ديالو كيما واحد ميكانيك لابس ولا داك اللي في بانكا داير كرافاطه هو كيخدم مسكين في الشمس. هذاك اللون راه كيصرفوا عليه انا عاقد لك. لكن اللي كيقول لك بلطاجي وصحيح واش واحد النهار كامل هو في الشمس. لا استاذ انا اللي كنقولوا قلنا ان الوقت لا جوج كلمات لا احترام كاين احترام مصطفى راه كليان خصو يبقى يعاود يرجع.
ومرحبا بكم في شاطئ عين دياب، وراه شاطئ ديالكم وحنا كاملين غنتعاونوا عليه باش كل شيء يجي ويلقى راحته. بارك الله فيك السي محمد النقاش، شكرا لك، شكرا على الحضور، شكرا سي علي الشور، شكرا بو يوسف، شكرا الاستاذه سميره رزاني والسي عبد الكريم الهويشري المسؤولين في مكتب مجلس مدينه الدار البيضاء. شكرا لكم متابعينا، الى اللقاء. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، وما تنسوش ابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بلانكا تيفي، ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، وما تنسوش ابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل